تخيل تبقى اقوى شخص على الكوكب، لكن اكتر حاجه خايف منها هي قوتك نفسها. ولد شكله عادي جدا، محدش بيبص له مرتين بيتنمروا عليه وبيفتكروه مجرد طالب هادي. ارواح شريره، اشباح مرعبه، معارك بقوه نفسيه خارقه، واعداء كل واحد فيهم قادر انه يدمر مدينه كامله. لكن السؤال الحقيقي هو هل هيقدر يسيطر على قوته ولا قوته هي اللي هتسيطر عليه؟ دي مش مجرد قصه، دي قصه شاب بيحاول يبقى انسان طبيعي رغم ان هو قادر يمسح اي حد من الوجود. بس قبل ما نبدا كده في حكايه الانمي بتاع النهارده، ما تنساش انك تنزل تعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك يا صديقي. وكمان مش محتاج اقول لك ان لو انت لسه ما اشتركتش في القناه فانزل فجر زرار السبسكرايب عشان انا خايف على مصلحتك يا صديقي. وعشان ما اطولش عليك يا صديقي اكتر من كده، ما تنساش انك تصلي على النبي، ويلا بينا نبدا حكايتنا. بنعرف في بدايه الانمي بتاعنا ان في العالم ده في ظاهره غريبه جدا منتشره لدرجه ان العلم ما قدرش يلاقي ليها تفسير لحد دلوقتي. لكن برغم كل ده في ناس بتحاول كل يوم انها تواجه الظاهره الغريبه دي عشان بس الامل يرجع من تاني وسط كل الفوضى اللي بتحصل دي. والناس دول بيكون اسمهم النفسانيون. بنشوف بعدها عمنا ريجن اللي بيبقى فاتح مكتب لطرد الارواح الشريره، وبيبقى مسمي نفسه نجم طرد الارواح الصاعد. وبتجيله واحده مرعوبه ومنهاره جدا وبتقول انها مش بتعرف تنام بسبب انها بتحلم باشباح وارواح بتطاردها، وبتطلب منه يساعدها. وعمنا ريجن بيوافق بكل ثقه وبيقول لها سيبي بس الموضوع ده عليا. والست من الفرحه مش بتصدق نفسها وبتقول ان دي اول مره حد ياخد كلامها جد وما ياخدهاش على قد عقلها وخلاص. لكن بيقاطعها ريجن وبيقول لها بطلي صداع شويه ونتكلم في المهم، وبيعرفها ان التكاليف هتتحدد على اساس مسار طرد الارواح اللي هي هتختاره. وبيوريها اول مسار واللي بيكون المسار التجريبي، وبتكون نسبه اضعاف الروح الشريره فيه 20% بس، يعني مش هيقدر ان هو يعمل له حاجه تقريبا. اما المسار الثاني فبتكون نسبه الاضعاف فيه 50%، يعني هيقدر ياثر على نصه بس. اما المسار الثالث بيبقى مسار شامل ونسبه الاضعاف فيه بتكون 99%. فاكر نفسه دي طول ابن اللذين. المهم الست دي طبعا بتبقى مستغربه من كلامه ده، وعمنا ريجن بيعمل نفسه خبير وبيقول لها الارواح الشريره دي بتكون شبه ثاني اكسيد الكربون بالظبط، والمساحه اللي هي بتشغلها بتكون كبيره جدا، فبيكون صعب اننا نقضي عليها بشكل كامل. لكن ما تقلقيش، لو ظهرت تاني هعلمها لك الادب. وفي اللحظه دي بيجي صاحب الست دي واللي بنعرف ان اسمه طارو، وبيبقى متعصب من ريجن جدا وبيقول ان هو نصاب، وبيطلب من صاحبته واللي بيكون اسمها هانكو تعيد النظر في الموضوع ده، لانه واضح كده انه بيخاف من خاله ومش هيعرف يعمل حاجه. وبيقوم ريجن وبيقول له مين ده اللي نصاب يا عم انت؟ لكن تعرف انت عندك حق تقول كده، انا مش هلومك، اصل مين المغفل اللي هيصدق الكلام اللهبل اللي صاحبتك بتقوله ده؟ وبيتعصب طارو بيقول له انا قصدي عليك انت، مالكش دعوه بيها. وبيتكلم عمنا ريجن بكل ثقه وبيقول له انا عايزك بس تسيب الموضوع ده عليا، انا متاكد ان لو طردت الروح الشريره دي وش هانكو هيرجع لطبيعته مره ثانيه بدل ما هو مطبق كده ومش عارفين ده وشها ولا قفاها. وبيقول ريجن لهانكو انت بدات تحلمي بالاحلام دي من ساعه ما بدات في اختبار الشجاعه الاسبوع اللي فات، مش كده؟ وفعلا بتاكد هانكو على كلامه وبتقول انها كانت احلام مرعبه جدا، وبتشاور له على المبنى ده اللي هي فاكره ان موجود فيها الروح الشريره. واول ما بيبص ريجن للمبنى بيترعب ووشه بيجيب الوان من الهاله الضخمه الموجوده في المبنى ده، وبيقول ان دي اول مره يتعامل مع حاجه زي دي من مده، وبتبقى هانكو غلطت في المبنى اصلا وبيبقى قصدها على مبنى تاني. وبيحاول ريجن يطلع نفسه من الموقف ده وبيقول ان سبحان الله المبنى ده كمان بتخرج منه هاله ضخمه عادي يعني يا جدعان بتحصل. لكن بيبقى طارو فاهم ان هو على الله خالص وبيقول له انت هتعملهم علينا ولا ايه؟ مستحيل اصلا الارواح تبقى موجوده في كل مكان كده. وستنا هانكو بتزعق له لانه كده وقح جدا معاه، وبيهديها ريجن وبيقول لها سيبك منه، احنا بنقابل اعداء نجاح زيه كده كتير، عامل لي فيها مهم ابن اللذينه. وبيروحوا للمبنى اللي قالت عليه هناك، وبتقول ان في اشاعات بتقول ان المكان ده مسكون بروح راجل شاف صرصار، ومن كتر الرعب نط نطه عاليه جدا وللاسف راسه اتخبطت في السقف ومات. وطبعا ده كلام اهبل مالناش دعوه بيه. وبيبدا ريجن يستكشف المكان وبيبقى عايش الدور على الاخر وفاكر نفسه الشيخه خديجه المغربيه، وبيقول طارو ان الواد ده مستحيل يكون نفساني، ده نصاب من الدرجه الاولى. وفجاه بيظهر شبح غريب وبيساله بكل غموض لو عاوز يطرده في احلامه هو كمان، وساعتها حرفيا بيموتوا من الرعب. وبيكمل الشبح ده كلامه وبيقول له شكلك كده عاوز نرمي عليك لعنه تجيب اجلك. وبتفضل هناك وتصوت وبتقول ان ده نفس الشخص اللي بيطاردها في احلامها. وبيبدا الوحش ده يقرب عليهم وريجن بيستعد وبيقول لهم ما تقلقوش انا هحميكم، وبيرش ملح كده بشكل غريب في كل مكان. وبيستغرب الشبح ده جدا وبيمسك الملح وبيقول له يا اخوان انت هتتبلنا ولا ايه؟ ده مجرد ملح طعام من اي سوبر ماركت، الله يهديك يا عم لازم يبقى ملح مطهر والا مش هيبقى ليه اي لازمه. وبيتصدم ريجن لانه سمع ان الارواح بتبقى ضعيفه جدا قدام الملح، لكن اللي قال له كده ما حددش انهي ملح بقى. من حيث كده بقى انا هستدعي سلاحي الخاص. وبيتكلم في التليفون مع واحد اسمه موب وبيساله لو يعرف يجي لان معاه حوار كده، وبيقول له يا عم اخلص الزبونه اللي معايا والروح الشريره مستنيين فتعالى بسرعه. وبعد شويه بيجي موب وبيبص له الشبح وبيفضل يضحك وبيقول له انت جايب عيل في الاعداديه بعد ما الملح فشل. لكن الغريب ان اول ما موب بيرفع ايده بس قدام الوحش بيقدر انه يقضي عليه بالقوه الروحيه بتاعته. وبنعرف ان موب نفساني حقيقي مش زي ريغن كده، لكنه بيكون التلميذ بتاعه. وبيقول موب الريغن انا مش طلبت منك قبل كده ما تستناش للحظه الاخيره عشان الوضع ما يخرجش عن السيطره. وبيرجع ريجن وموب للمكتب بتاعه وبيعد ريجن الفلوس اللي اخدها وهو فرحان جدا، وبيقول لموب انت انقذتني، مش عارف من غيرك كنت ههزم الشبح ده ازاي. وبيديله شويه فكه الاجره بتاعته وبيقول له الشبح ده كان مستواه قليل فمش هينفع اديك اكتر من كده. وبيفضل موب باصص له وبيقول له ريجن عندك
اعتراض يلا ولا ايه؟ بيقول له موب لا بس يعني الروح دي كانت فعلا ضعيفه ومع ذلك انت ما قدرتش تعمل معاها اي حاجه. وبيتحرج ريجن وبيقول له ما انت غبي مش فاهم حاجه، لما تبقى قوي زي كده هتعرف. انا بخليك انت اللي تقضي على الارواح الضعيفه دي عشان بس تتدرب، وبعدين انت المفروض تشكرني، انا بخليك تساعد الناس وتتدرب في نفس الوقت، يعني بتضرب عصفورين بحجر واحد. وبيكمل كلامه بيقول له لكن لازم تبقى عارف انك لو اسأت استخدام قوتك العظيمه دي مش هتدمر الا نفسك، عشان كده انا بعلمك ازاي تتحكم في قوتك عشان ما تخرجش عن السيطره. وبعدين انت وعدتني انك مش هتستخدم قوتك النفسيه ضد الناس مش كده؟ وفي الاخر بيروح موب وبيقعد مع عيلته على الغدا، لكن لما بيجي ياكل بيتفاجئ ان المعلقه بتتني لوحدها، وامه بتبقى فاكره انه بيعمل كده قاصد، وبيقول ابوه ان ده طبيعي لانه فتره المراهقه وعايز يحس بقوته، وبيساعد اخوه ريتسو وبيرجع له المعلقه زي ما كانت، وبيقول لك روحنا نصلح يا عم ولا يهمك. وبتبقى امه متضايقه انهم بيدلعوه بالشكل ده، وبتقول له المعلقه الثانيه اللي هتتنيها هنخصم حقها من مصروفك. وبيجي تاني يوم وبيروح موب للمدرسه، وهناك بيشوف زميلته تسومي اللي بيبقى معجب بيها جدا وبيفرح لما بيشوفها. وفي اللحظه دي بيساله المدرس على سؤال لكنه مش بيعرف يجاوب بسبب انه كان نايم طول الحصه، وكل زمايله بيفضلوا يضحكوا عليه. وبعد ما بيخلص المدرسه بيرن عليه عمنا ريجن وبيطلب منه يروح له عند المحطه، ولما بيقابله بيعرفوا انه شغل النهارده مكلف من مجلس حي محلي، وان في كائن غريب في نفق على الطريق السريع القديم ولازم يقضوا عليه. وبيقول ريجن ان النفق ده مسكون من زمان ودايما بتطلع عنه حكايات غريبه برغم انه اتقفل من سنين، لكن الاشاعات مش بتسكت خالص. ده غير ان في عدد من الطلاب راحوا للنفق ده عشان يأدوا اختبار الشجاعه واختفوا خالص بعدها. ولما بيوصلوا للنفق بيدخل عمنا ريجن بقلب قوي وبيقول انا انت النهارده، وبعد ثواني بس بيخرج جري وهو مرعوب وبيروح يزعق لموب عشان ما راحش معاه، وبيقول لموب ما انت عامل لي فيها 7 رجاله في بعض، فقلت ان الموضوع تحت سيطرتك يعني ومش محتاج مساعدتي. وعمنا ريجن بيقول له طبعا انا اقدر اخلص على كل حاجه في ثواني، لكن انا عايزك تيجي معايا يمكن تتعلم حاجه. وبيقول موب ان النفق ده شكله غريب وحاسس بوجود روح قويه جدا موجوده جواه، ولو في حد خلى الروح اللي جوه دي تغضب فمش هيخرج من هنا سليم ابدا. وعمنا ريجن بيعمل نفسه مش فارق له وبيقول له كده كده هنطرد الروح دي باي طريقه، وبيطلب منه يبقى وراه عشان يساعده. ولما بيدخلوا بيقول موب انهم اتحاصروا من الارواح دي اللي هي عددهم كبير جدا وممكن ان هم يهاجموهم في اي لحظه. بيقول له ريجن يا عم ماشي انا هسيب لك انت الارواح الضعيفه اللي تخلص عليها، مش عايز اوصيك بقى. وبيبدا موب فعلا يواجه كل الارواح الموجوده وبيخبط ريجن في الوحش ده وبيفتكره مجرد واحد قوي وخلاص، لكن بيعرفه موب ان ده زعيم الارواح الشريره دي كلها. لكن بيفضل ريجن يصوت ويقول له بقول لك ايه مش عليا ده انا اخلص عليك في ثواني. وبيعرفوا الوحش ده انهم كانوا فرقه سباق موتوسيكلات ودخلوا للنفق ده، والراجل اللي كان في المقدمه سايق اتزحلق في قشره موز ووقعهم كلهم وكلهم ماتوا، ومن ساعتها وهو القائد بتاعهم والنفق ده منطقتهم، واي حد هيفكر يدخل هيقضي عليه. وبيبدا يرمي عليهم لعنه قويه لكن باشاره واحده بس من موب بيقدر يضعف مفعول اللعنه دي ومش بتاثر فيهم. والوحش بيبقى مستغرب ومش فاهم ازاي القوه دي كلها بتخرج من العيل ده، وبيحس كده بخوف شديد. وفي اللحظه دي بيقول له ريجن خلاص يا حبيبي فات الاوان على الندم، ده هيبقى عقابك عشان حاولت بس تواجه النفسان العبقري ريجن وهيتم تطهيرك دلوقتي. وبياخد شويه ملح في ايده وبيضربه على وشه، والوحش بيستغرب وبيقول له وده اسمه ايه بقى؟ وبيعرف ساعتها انه ولا قوي ولا حاجه. وفي اللحظه دي بيقدر موب يخليه اصغر بكتير، وساعتها الروح دي بتترعب وبتقول لهم ان هم ولا حاجه مقارنه بالروح الشريره الموجوده في عمق النفق، وانهم بياخدوا الاوامر منه وعشان كده هم بيخوفوا الناس اللي بيجوا لهنا. وبيبقى ريجن فاكره بيقول كده وخلاص عشان يصعب عليهم، وبيطلب من موب انه يقضي عليه خالص. وبيقرر موب انه يدخل ويشوف بنفسه، لكن بيصوت الوحش ده وبيقول له انت مهما كنت قوي ففرصتك معدومه خالص، الروح الشريره اللي جوه عاشت على الجبل ده الاف السنين وكل اللي ماتوا هنا اتقتلوا على ايده. لكن مش بيهتم موب بكلامه وبيكمل طريقه، وبيفضل الوحش يصوت وبينادي على ريجن وبيقول له لو الواد ده يهمك اطلب منه يقعد ويرجع احسن له. وفعلا بيقتنع ريجن بكلامه وبيفضل ينادي على موب اللي مش بيرد عليه، وبيقابل الروح الشريره الضخمه دي لكن موب مش بيهمه اي حاجه، وفي ثواني بس بيبقى مخلص عليه. ولما بيخرج بيعرف ريجن ان خلاص كده ما بقاش في اي ارواح شريره في النفق، وساعتها الوحش ده مش بيبقى عارف هو انس ولا جن ولا ايه وازاي هو بالقوه دي كلها مع انه ما يبانش عليه خالص. ولما بيخرجوا بيسال موب ريجن هو ليه كان واقف كده وما عملش حاجه، وبيتوتر ريجن كده وبيقول له انا مش قلت لك اخلي الضعفاء ليك، انا ما لقيتش حد يستحق ان اواجهه انت فاهم بقى. بيجي تاني يوم وبيروح واحد لريجن في المكتب وبيفضل ريجن يقنعه انه مصاب بلعنه خطيره ولازم يفكها من عليه، وبيعمل كده طبعا عشان يكسب من وراه شويه فلوس. وبيقوم يعمل شويه مساج وتدليك والراجل مش بيكون فاهم هو ايه الهبل ده، وبيقول له يا عم انت انا مش دافع ثمن الكلام ده. لكن بعد شويه بيحس ان هو ارتاح فعلا وكتفه ما بقاش يوجعه، وبيبدا ان هو يصدق ان كان عليه لعنه زي ما ريجن قال، وبيعرفه ريجن ان كده خلاص ما فيش اي حاجه هتطرده تاني. وفعلا الراجل ده بيدفع الفلوس وبيمشي، وبيقعد ريجن بعدها مع موب وبيتكلموا كده شويه وبيشكر موب انه بيعلمه حاجات كتير وكمان بيدفع له فلوس، وبيساله لو ده فعلا مقبول. وطبعا عمنا ريجن بيستغرب جدا ومش بيبقى عارف هو شايف ان الفلوس اللي بيديها له قليله جدا ولا هو كشف انه ولا عنده قوه خارقه ولا حاجه وبيعتمد عليه عشان يطرد كل الارواح. وبيبدا ان هو يساله عن قصده بالظبط، وبيقول لموب انه مش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيروح للمدرسه ويجي هنا يشتغل وعاوز يعمل اي حاجه جديده احسن. وبيطمن ريجن وبيقول له يا عم مش طول من الاول قول لي بس انت عاوز تعمل ايه وانا معاك. لكن بيعرفوا موب ان مفيش اي حاجه في دماغه، وبيقترح عليه ريجن يعمل اي
نشاط مفيد ويسلي وقته. وبنروح بعدها للمكان ده واللي بيكون اسمه نادي التخاطر، وواحد منهم بيقرر ان هو يمشي، وبيقول ان الناس كلها بتشوفه غريب اول ما بتعرف انه عضو في النادي ده، ومش بيبقوا عارفين يتصرفوا ازاي لان النادي لازم اقل حاجه فيه يبقى 5 اعضاء وهم دلوقتي بقوا 4 بس. وبتقول الرئيسه بتاعتهم اللي هي اسمها تومي ان هم لازم يدوروا على اعضاء جداد، والباب بيخبط وبيبقى نائب رئيس مجلس الطلبه وبيعرفهم ان النادي هيتقفل خلاص، وبيطلب منهم يلموا كل حاجاتهم ويمشوا عشان في نادي تاني عاوز الاوضه دي. وساعتها بيتعصبوا كلهم وبيقولوا ان هم مش هيسمعوا بحاجه زي دي انها هتحصل، وبيعرفهم ان هم لو مصممين قوي على النادي ده فلازم يجيبوا عضو جديد قبل يوم الجمعه، وبيسيبهم بعدها وبيمشي. وبيحسوا ساعتها بالاحباط لانه فاضل يومين بس على يوم الجمعه وصعب جدا ان هم يلاقوا حد في اليومين دول. وستنا تومي بتهديهم وبتعرفهم ان هم لو طلبوا من كل حد يشوفوا ان هو ينضم ليهم هيعرفوا يلاقوا حد قبل يوم الجمعه عادي. وتاني يوم بعد المدرسه بيروحوا وبيعرضوا الموضوع على طلاب كتير، لكن كلهم بيبقوا شايفين الموضوع غريب وبيخوف ومش بيوافقوا. وساعتها بيفقدوا الامل اكتر وبيقولوا ان هم مستحيل يلاقوا اعضاء جداد في الوقت ده من السنه، ده غير ان كلهم بيخافوا منهم ومش بيفكروا في الموضوع حتى. ووقتها تومي بتنهار وبتفضل تصوت، وواحد من الاعضاء بيفكر في حاجه وبعد شويه بيروح لهم وبيقول انه مش مشارك في اي نادي او مجلس ولا عنده صحاب، فهو اكتر واحد مناسب ليهم. وبتفرح تومي جدا وبتبدا تعرف موب على باقي الاعضاء وبتطلب منه ينضم ليهم، لكن المفاجاه ان موب بيعرفهم ان هو مش هيقدر النهارده، وبتبقى تومي هتتجنن خلاص. وبيسالوه لو عنده النهارده اي حاجه، وبيعرفهم ان هو لما يخلص المدرسه لازم يروح عشان يشتغل في انه يطرد الارواح الشريره. وتومي مش بتبقى فاهمه هو يقصد ايه، وساعتها بيقول لها الواد ده ان موب كان مشهور جدا في المدرسه الابتدائي وكان بيقدر يتني المعالق ويحرك كل حاجه من مكانها، وشكل كده كلامه ده صح وان هو فعلا بيعرف يطرد الارواح. لكن تومي مش بتهتم بالكلام ده ولا بتصدقه، وبتقول له سيبك من الهبل ده والنبي وانضم للنادي بتاعنا، انا متاكد انك تقدر تاجل موضوع طرد الارواح ده عادي. وفعلا بيضطر موب انه يسمع كلامها وبيكلم ريجن في التليفون وبيساله لو ينفع يتاخر النهارده شويه لانه بينضم دلوقتي للنادي، وبيقول له ريجن انه مش محتاج يتاخر لانه اكيد هيخلص بدري، لكن بيعرفه موب انه لازم يستنى لحد ما اجتماع مجلس الطلبه يخلص. بيقول له ريجن يعني انا لو قلت اني عاوزك تيجي دلوقتي حالا مش هتيجي ولا ايه؟ بيقول له موب بصراحه ايوه انا عاوز انضم للنادي ده واشوف حاجه جديده اعملها. عمنا ريجن طبعا بيتعصب وبيقول له سيبك من الهبل ده وتعالى لي، وبيعرفهم موب انه للاسف مضطر يمشي عشان رئيسه في الشغل محتاجه، وبتطلب منه تومي يديها التليفون وتتكلم هي معاه، وبتعرفه انها فعلا محتاجه موب ينضم ليهم باي ثمن لان كده النادي هيتقفل. وعمنا ريجن على طول بيقوم مشغل دماغه وبيقول البت دي اكيد بتحاول تستغل موب، وبيقول لها موب مش من النوع اللي بيمارس اي رياضه او بيحبها، ما ينفعش تجبريه انه يعمل حاجه زي دي. لكن بتعرفه تومي ان هم مش نادي رياضي، هم نادي التخاطر، وريجن مش بيبقى عارف ده ايه اصلا. وبتعرفه تومي ان ده نادي بيتدربوا فيه عشان يحسوا بقوه تخاطريه، وبيقول لها ريجن انت عايز ايه يا ست انت، انا مش فاهم منك حاجه. وبيسالها تقصد ايه بالتخاطر دي، وبتتعصب تومي وبتقول انه مش من حقه يتكلم اصلا، وبتعرفه انها سمعت ان موب عنده قوه روحيه كبيره، وبتكمل كلامها وبتقول له مش انت بتستغل القوه بتاعته دي لانك ما عندكش اي قوه خارقه ولا حاجه وبتضحك على الناس. وبيتعصب ريجن جدا انها قدرت تكشفه، وبيقول لها اياك تحاول انك تسرقي وقت تلميذ الغالي بالهبل بتاعك ده. وبتفضل تومي تعيط وبتقول له يعني انت شايف ان النادي بتاعنا يتقفل ده عادي يرضيك طيب؟ وبياخد موب منها التليفون وبيقول لريجن ان شكله كده هينضم ليهم وخلاص، وبيزعق له ريجن وبيقول له ما تتخدعش دي دموع تماسيح انا عارفها كويس، وبيعرفه ان النادي المشبوه ده هيتلغي، وبيطلب منه يجي للشغل وكفايه كلام كتير. وفعلا بيسمع موب الكلام وبيعرفهم انه يمشي عشان عنده شغل، لكن قبل ما يعمل كده بيوقفوه وبيطلبوا منه تاني انه ينضم ليهم وانه هيتبسط جدا معاهم ومش هيحس بالملل ابدا. وبتعرفه تومي ان هو املهم الوحيد دلوقتي ان النادي بتاعهم ما يتقفلش، وبتديله مهله لحد بكره يفكر فيها ويرد عليهم. ولما بيروح موب ريجن بيعرفه ان هو لسه ما رفضش بشكل كامل، لكن ريجن بيقول له ان ده ما ينفعش ولازم يرفض الحاجات اللي هو مش مرتاح فيها من غير ما يتردد. بيقول له موب والله انا اكتر حاجه مش مرتاح فيها دلوقتي هو اللبس المتخلف اللي انت ملبسه لنا ده، ويعني بيبقوا لابسين لبس بنات وكل الناس اللي في الشارع بتبقى مستغربه من شكلهم، وبيكونوا رايحين لاكاديميه خاصه بالبنات بس، وهناك هيقابلوا العملاء بتوعهم على سطح الاكاديميه دي، فعشان كده هم لابسين اللبس ده وعاملين في نفسهم كده. لكن للاسف الامن بيشك فيهم بسبب شعر رجل ريجن اللي اكيد ده مش عند بنت طبيعيه، وموب بيحمد ربنا ان هم كشفوهم بدري لانه مش عايز ابدا يفضل باللبس ده. لكن الصدمه ان الامن مش بيشكوا فيه وبيفتكروه بنت فعلا وبيخلوه يدخل عادي، وموب مش بيبقى عارف يعمل ايه، لكن بيشاور له ريجن انه يدخل هو من غير كلام كتير، وبيضطر فعلا انه يدخل وهو خايف طبعا انه يتكشف. ولما بيطلع للسطح بيشوف 3 بنات قاعدين وبيروح يعرفهم على نفسه وان هو من مكتب الاستشارات، وبيسالهم لو هم العملاء اللي مستنيينه، لكنهم بيستغربوا منه جدا وبيقولوا له انت طالبه جديده هنا ولا ايه، ولا بقى عاوزه تدينا محاضره عشان احنا بنتنمر على باقي الطلاب. ويعني بيفضلوا يزعقوا له، وفي الاخر بيعتذر لهم موب وبيسيبوه وبيمشوا عشان بيكونوا شايفينه مجرد بنت غبيه، وبينادوا عليه بعد كده العملاء بتوعه اللي مستنيينه، وبيعرفهم موب ان ريجن اتقبض عليه على البوابه وهو بس اللي عرف يدخل، وبيبداوا يحكوا له ان ممتلكات الطلاب بدات تختفي تحت ظروف غامضه جدا، غير انهم كانوا بيسمعوا اصوات عاليه جدا وغريبه، وفي حاجات كتيره بقت تطير في المدرسه بطريقه مش طبيعيه، وبيبقوا متاكدين ان الموضوع ده ليه علاقه بالاشباح، لكنهم مش بيبقوا عارفين لو موب يقدر يخلصهم
مطمنه، وهو كان خايف من شويه بنات بيزعقوا له، وبيتضايق موب من كلامهم وبيعرفهم ان هو اللي هيقضي على الارواح دي، وبيبدا يدور على مكان الروح الشريره دي لحد ما بيوصل انها في المكان اللي الطلاب بيلعبوا فيه سله. وبيبقى الوحش ده ضخم وقوي جدا، لكن موب بيقدر يخلص عليه في ثواني بس بحركه واحده منه، وكلهم مش بيكونوا مستوعبين هو ازاي قدر يعمل حاجه زي دي بكل سهوله كده، وبيبقوا طبعا فاكرينه بنته وبيحاولوا يصاحبوه. المهم بيجي تاني يوم وبيروح موب الفريق التخاطر وبيفرحوا بيه جدا وبيطلبوا منه يمضي على الانضمام للنادي. وفي الوقت ده بيدخل نائب الرئيس وبيعرفه انه هيعرض الاوضه دي على الفريق اللي عاوزها دلوقتي، وبتتعصب تومي وبتقول ان النادي مش هيتقفل وان موب هينضم ليهم. وبيستغرب النائب جدا وبيساله شويه اسئله، وبعدين بيقول له لو انت هتنضم للنادي بسبب تحريضهم ده هتستفاد ايه؟ بيقول له موب ان نفسه يستمتع بحياته ويعيشها كويس. بيرد عليه وبيقول له انت فاكر انك تقضي وقتك في السهر واللعب دي كده حياه؟ انت لازم تفكر في الموضوع كويس وما تخليهمش ياثروا عليك. وبيفضل موب يفكر، وفي الاخر بيقول ان هو عاوز ينضم، لكنهم بيتصدموا لما بيلاقوه عاوز ينضم للفريق التاني عشان يبقى شكله احسن وعنده عضلات زيهم. المهم لما بيبداوا التمرين بيتعب موب جدا وبيبقى عنده فقر دم شديد، وعشان كده بياخدوا موساشي وبيرجعوا له الاوضه، وبيطلب من تومي ان هم يهتموا بيه شويه لحد ما يبقى احسن. وبتساله تومي ساعتها هو ليه راح لفرقه كمال الاجسام دي، وبيعرفوا انه كان دايما بطيء في التدريبات وضعيف لدرجه انه ساعات مش بيقدر يستخدم قوته الروحيه، فقرر ان هو يتغير. وبتبقى تومي فاكراه بيقول كده وخلاص، وبتقول له انت صدعتنا بقوتك الروحيه دي، وبيضطر موب ان هو يوريهم عشان يصدقوا. وبيقدر يحرك حاجات كتير في الاوضه من غير ما يتحرك من مكانه، وساعتها بتمسك فيه تومي وبتترجى ان هو يساعدها في حلمها واللي بيكون التواصل والتفاعل مع الكائنات الحيه الموجوده في الفضاء الخارجي. لكن بيرفض موب وبيقول انه عاوز يكمل في الفريق الثاني لانه خلاص اخيرا لقى الشيء اللي عاوز يعمله. وبتقول له تومي انا فاهمك كويس وعارفه انت عاوز توصل لايه، وانت مستحيل تبقى مشهور بمجرد العضلات اللي هتبقى عندك، انت لازم تقرا افكار البنات اللي عاوز تجذب انتباههم بالتخاطر، فانضم لنا وخلاص وساعتها هتبقى مشهور. وبيمشي موب وفي طريقه كده بيقعد يفكر في الكلام اللي قالته تومي، وساعتها بيقابل الست دي اللي مش بيبقى باين ليها اي ملامح لحد ما بتعرف انه متضايق بسبب الحب او انه عاوز يجذب انتباه بنت. وبتقول له لو عاوز تحل مشاكلك دي تعالى معايا. وموب طبعا بيرفض في الاول لانه بيبقى مستغرب الوضع، لكن اول ما بتقول له هتبقى مشهور بيروح وراها على طول. وبتعرفه ان اسم المجموعه بتاعتهم هو كاكوراي. ولما بيوصل موب للمكان بيتفاجئ بناس كتيره كلهم نفس شكل الست دي، ولما بيطلع وهو طبعا مش فاهم حاجه بترحب بيه زميلته في الفصل ميزاتو وبتساله ايه اللي جابك هنا. وساعتها بيدخل ايكوبو رئيس المجموعه دي واللي بيقدر يخلي كل الموجودين يضحكوا بطريقه غريبه، وبيعرفهم ايكوبو انه انضم ليهم النهارده 3 اللي هو عمنا موب وميزاتو وواحد كمان، وبيبداوا يرحبوا بيهم وبيعرفهم انهم عشان يتخطوا اي حاجه في حياتهم لازم يفضلوا مبتسمين حتى لو بيتألموا، وساعتها هيحسوا بسعاده حقيقيه في حياتهم. هي دي قوانين المجموعه بتاعتهم انهم لازم يفضلوا مبتسمين طول الوقت. وبيتريق الراجل ده كده على كلامه وبيقول ما لو كنا بقينا مبسوطين بمجرد اننا بنبتسم ما كانش حد غلب، لكن بيقول له ايكوبو ان كل حاجه في حياته هتتغير لما بس يبتسم. وبتقول ميزاتو المجموعه دي المفروض انها مفتوحه من شهر بس، ازاي قدرت تجذب كل الناس دي في الشهر ده بس؟ وبتكتب تقرير حوالين الاشاعات اللي عليهم، وبتعرفه كمان انها سمعت انه بيستخدم التنويم المغناطيسي الجماعي عشان يغسل دماغ الناس ويجبرهم ان هم يدخلوا لمجموعته. وايكوبي مش بيبقى فاهم هي ازاي عندها الجرأه اللي تخليها تتكلم بالشكل ده، وبيقول لها بصي كده الراجل اللي ما كانش طايق نفسه من شويه بقى طاير من الفرحه ازاي. وساعتها ميزاتو بتتفاجئ لانه ما عملش اي حاجه غلط، لكن برضه هي مش مطمنه ومتاكده ان في حاجه مش طبيعيه في الموضوع، وبتقرر ساعتها ان هي تمشي وتبقى تشوف الحوار ده بعدين. لكن ايكوبو مش بيوافق وبيقول لها انت مش خارجه من هنا غير لما تضحكي. وبتحاول ميزاتو ترفض باي طريقه لكنهم بيلبسوها القناع غصب عنها وبتفضل تضحك بشكل غريب. وبيتكلم موب وبيقول لهم طب طالما الموضوع له علاقه بالضحك والسعاده بس ومالوش علاقه بالشهره فاستاذن انا احسن بقى. وكلهم بيتفاجئوا لما بيشيل القناع ووشه زي ما هو مش بيتاثر بيه، وبيحاول ايكوبو يقنعه لكنه مش بيعرف، وبيطلب منه يقعد ويلعب معاهم لعبه بسيطه وهي انه هيكون قصاد واحد ويشربوا اللبن واول واحد فيهم هيضحك هيخسر. وفعلا بيوافق موب على طول لانه بيعشق اللبن، وميزاتو بتحاول تعرفه ان ده مجرد فخ لكن مش بتعرف، وكل اللي بيلعبوا قدام موب بيحاولوا يضحكوه باي طريقه لكن مش بيعرفوا. وساعتها بيقول موب انه خلاص كده هيروح للبيت لكن بيمنعه ايكوبو مره تانية، وفعلا بيحس موب بحاجه غريبه وكأن اللبن ده اتخلط مع حاجه وبيطفي على طول. وفي لحظه كده بيقدر موب انه يلغي التنويم المغناطيسي والناس بترجع لطبيعتها مره تانية، لكن ايكوبو بيفعلوا عليهم تاني وبيقرر انه يستخدم كل قوته عليه، لكن الغريب انها مش بتاثر مع موب خالص. وبيعرفوا موب انه مهما عمل مش هيقدر يضحك حتى لو هو عاوز كده. بيقول له ايكوبو انت اكيد ما عندكش اي عواطف، وخلي بالك انت كده مش هتقدر تجذب انتباه البنت اللي بتحبها بشخصيتك دي وهتبقى وحيد للابد. وبيديله فرصه اخيره وبيحاول يضحكه لكن من غير اي فايده. وساعتها بيعرف ايكوبو ان موب عنده قوه روحيه كبيره ولازم يقضي عليه قبل ما يبوظ اللي هو بيحاول يعمله، لكن اللي مش بيبقى عارفه هو ان موب لما بيتضايق طاقته الروحيه بتصور جواه لحد ما بتوصل 100%، وساعتها بتنفجر، وساعتها بيوصل لاقصى مراحل قوته وحرفيا بيخرج عن السيطره. وفعلا موب بيتضايق وقوته بتبقى كبيره وبيقول لايكوبو انا عارف ان جواك روح شريره
هي اللي بتتحكم فيك وبتعمل كده وانا اللي هطردها. وبيبدا انه يقتل الروح دي وقوته مش بتبقى طبيعيه لدرجه ان الروح دي مش بتعرف حتى تلمسه وبتضطر انها تقتله بكل قوتها. ولما بيهجم على موب بيديله ضربه في الثانيه بيقدر انه يخلص عليه خالص من غير اي مجهود. وكل المجموعه اتحررت من سيطره الروح الشريره دي ورجعوا لطبيعتهم مره ثانيه. وبيصحى موب من النوم تاني وبيتفاجئ بوجود روح ايكوبو دي جنبه وبتقول له الروح يا عم مالك مخضوض كده ليه؟ ما سمعتش عن المثل بتاع ما محبه الا بعد عداوه ولا ايه؟ وبيمسكوا موب من دماغه وبيفضل يضرب بيه في الارض وبيهديه ايكوبو بيقول له انت بتعمل ايه يا مجنون انت؟ بيقول له موب انا كنت فاكر انه حلم ولا حاجه. بيرد عليه ايكوبو بيقول له يا عم طب انت بتحلم بتضربني انا ليه؟ وقبل ما موب يطهره كليا بيوقفوا وبيعرفوا انه عنده طموح ومش عايز يعيش بقيه حياته كمجرد روح وخلاص. وبيبقى بيحلم طول عمره ان هو يبقى ملك وعشان كده عمل المجموعه دي اللي موب بوظها وبيطلب منه يتعاون معاه عشان يحقق حلمه. لكن طبعا موب مش بيقتنع بكلامه وبيبقى خلاص هيطهره لكن بيمنعه ايكوبو وبيوعده انه مش هيعمل اي حاجه شريره تاني. بيعرفوا موب ان هو هيقول الاول الموضوع لريجن وبيطلب منه يحترم نفسه وما يعملش اي فوضى في البيت او المدرسه. لكن عمنا ايكوبو بيبقى لسه جواه الشر وبيبقى عايز ينتهز الفرصه اللي يقدر من خلالها يسيطر عليه وينتقم منه. وبيقرر انه يعمل بحث عن حياته الشخصيه وعلاقاته ويحاول ان هو يستكشفه ولو الموضوع مشي زي ما هو عاوز هيقدر موب يعتمد عليه وساعتها هيغدر بيه على طول. وبعد المدرسه بتوقف ميزات ريتسو وبتقول انها عاوزه تتكلم معاها شويه وبيقلق موب وبيسالها لو في اي حاجه وحشه حصلت لاخوه بما انهم في نفس الفصل يعني. لكن بيروحوا بعدها للمكتب وبيبقى ريجن بيحاول يشيل روح شريره من صوره بالفوتوشوب على اساس ان هو كده بيطهرها يعني. واول ما بيشوفوا ايكوبو بيقول له هو ده المعلم الروحاني بتاعك ولا ايه؟ ما تهزرش بقى. وموب مش بيبقى فاهم هو مستغرب ليه وبيعرفوا ايكوبو انه مش حاسس باي قوه روحيه بتخرج منه خالص. وساعتها عمنا موب بيعرف ان هو بيستغله وخلاص وبيبقى قادر ان هو يقول له حاجه زي دي لكن بيختار انه يسكت احسن. وبيبدا موب يحكي لريجن ان في روح لزقت فيه الصبح وبيساله لو المفروض يخفيها خالص ولا يسيبها عادي. وطبعا ريجن مش بيقدر ان هو يتعرف على حاجه زي دي لان هو ما عندوش قوه روحيه اصلا. وبيقول لموب هي فين يا ابني دي ضعيفه لدرجه ان انا مش شايفها فما تقلقش هي ملهاش اي خطر عليك اعمل اللي انت عاوزه. وبنرجع لريتسو وبيعرفها ان موب اتولد بالقوه الروحيه الكبيره دي وانه فاكر وهم صغيرين كان دايما بيستعرض قدامه قوته لكن بقاله فتره كبيره مش بيستعرض قوته دي قدام اي حد. وبتحكي ميزات ريتسو ان قوه موب الكبيره دي انقذت ناس كتير وبتبقى شايفه انه يستحق تقدير اكبر من كده وعشان كده هي قررت انها تعمل معاه لقاء حصري بما انها يعني في صحافه المدرسه. لكن بيرفض ريتسو على طول وبيقول ان قوه اخوه مش مجرد عرض كده وخلاص وفي الاخر بيسيبها وبيمشي قبل ما تكمل كلامها. وبيجي تاني يوم وبيروح موب مع ريتسو للمدرسه وبيساله ساعتها عن السبب اللي بيخليه ما يستخدمش قوته الروحيه باستمرار. وبيعرفه موب ان هو مش بيستخدمها عشان مش بتيجي فرصه مناسبه بس ده غير ان مفيش فايده في استخدام قوته الروحيه. وبيبقى ايكوبو بيسمع الكلام ده وهو متعصب جدا وبيقول له انت بس اللي شايف كده انت مش مدرك الفايده بتاعتها عامله ازاي. وبيساله ريتسو لو في حاجات مش بيقدر ان هو يمتلكها حتى وهو قادر يستخدم قوته. وبيقول موب ان في حاجات كتيره مش عنده زي ان هو يبقى شكله جذاب وعنده عضلات او ان هو يقدر يكلم البنات. وبيعرف ان هو بيحسد انه وسيم وبيعرف يكلم اي بنت هو معجب بيها وكمان عضو في مجلس الطلبه وشاطر جدا. لكن الحقيقه بقى بتبقى ان ريتسو هو اللي بيحسد موب على القوه الروحيه اللي هو بيمتلكها. وبيوصلوا للمدرسه وبيتمرن موب مع نادي التطوير الجسماني اللي انضم له وبيجي مجموعه من الطلاب واكلين علقه موت وبيعرفوهم ان شباب مدرسه الخل الاسود اللي جنبهم هم اللي علموا عليهم بالشكل ده وبيطلبوا منهم يروحوا يتخانقوا معاهم ويجيبوا حقهم لكنهم بيرفضوا. وبيقول موساشي ان عضلاتهم اللي تعبوا فيها دي ما اتخلقتش عشان حاجه تافهه زي كده. وواحد من اللي واكلين علقه موت دول بيتعصب جدا وبيروح عشان يضربه لكن بيقدر موساشي يوقفه بايد واحده بس. وساعتها بيدركوا ان هم هيقدروا يفوزوا قدام العيال اللي ضربوهم دول لو بس وافقوا ان هم يساعدوهم. وبيبعت تنجر رساله لموب وبيكذب فيها وبيقول له انه في بنت معجبه بيه وعاوزه تقابله عند مدرسه الخل. وطبعا عمنا بوب مش بيصدق نفسه ان اخيرا في بنت عبرته وبيحاول ايكوبو يقنعه ان ده كذب وانه واضح جدا ان هو خط ولد. لكن عمنا موب طبعا بيبقى مصدق وبيروح لهناك على طول عشان يقابل البنت دي. ولما بيوصل للاسف بتخطفوا طلاب مدرسه الخل لانهم اتبعت لهم رساله ان موب ده هو اللي هيعلمهم الادب وينتقم منهم. وبيعرف الفريق بتاع موب ان هو اتخطف من مدرسه الخل وبيروحوا على طول عشان ينقذوه. اما بوب بقى فبيبقى عيني قاعد متكتف ومش فاهم ايه اللي بيحصل ده. وبيعرفوا انهم قالوا لتنجر لو كانوا عايزين يرجعوا صاحبهم فيجوا ياخدوه فهم مضطرين يخلوه كرهينه لحد ما يوصلوا ويدوهم علقه زي اللي خدوها قبل كده. وبيطلب منه ايكوبو يستخدم قوته الروحيه ويخلص من الموقف ده لكن بيعرفوا موب انه ما ينفعش يستخدم قوته ضد الناس عشان ما يأذيهمش. وفي الوقت ده بيوصل فريق موب وطلاب مدرسه الخل بيتصدموا من شكلهم وقوتهم ومش بيبقوا عارفين ايه اللي جابهم دول. هم كانوا مستنيين التانيين اللي بيتضربوا هم ساكتين لكن ايه الاحجام اللي داخله عليهم دي. وبيعرفوا ساعتها ان هم اتضحك عليهم وبياخدوا بعدها موب وبيرجعوا المدرسه عشان يكملوا تمرين لكن مش بيسمحوا لهم ان هم يخرجوا كده وبيقرروا ان هم يضربوهم الاول لكن طبعا مش بيعرفوا يعملوا اي حاجه قصادهم. وبعد كام دقيقه بيبقوا كلهم مرميين فوق بعض مش قادرين يتحركوا. وساعتها بيوصل تيرو القائد بتاعهم وبيقول لهم انتوا مفيش حد قادر عليكم ولا ايه. ولان هو بيمتلك قوه روحيه كبيره بيبدا يتحرك ويضرب في اصحاب موب ويحدفهم بعيد. وهو بيتفاجئ بوجود موب اللي بيعرفه انه ما ينفعش يستخدم قوته الروحيه دي ضد الناس. وبيتفاجئ كمان لما بيلاقيه فك الحبال اللي كان مربوط بيها بكل سهوله وبيتصدم
ان هو كمان عنده قوه روحيه، لانه كان فاكر هو بس اللي عنده الميزه دي، وبيبدا انه يعمل حركات غريبه عشان يشتته ويقرب منه، وساعتها يديله الضربه القاضيه. وموب طبعا مش بيبقى فاهم هو ليه بيحاول يهاجمه اصلا، هو ما عملوش حاجه، وبيقول له كوبو يا عم ما تهاجمه انت كمان وتوري له القوه اللي على حق، ده فاكر نفسه حاجه. لكن برضه موب بيبقى رافض ان هو يستخدم القوه الروحيه بتاعته ضد الناس، وبيتعصب عليه كوبو بيقول له انت عبيط ولا ايه؟ ما هو بيستخدمها ضد الناس اهو، طايح فيهم ضرب وعايش الحياه اللي هو عايزها. لكن بص لنفسك كده، حياتك ممله وملهاش معنى، تفتكر كان هيبقى في اي حاجه جذابه فيك لو ما كنتش بتمتلك قوه روحيه؟ وساعتها بيفتكر موب كلام ريجل ليه لما قال له ان هو فعلا اتولد بقوه روحيه كبيره جدا، لكن ما ينفعش ابدا يشوف نفسه مميز على الناس او يفكر يأذيهم بالقوه دي. وبيقول لي كوبو فكك من الكلام ده، انا مش هستخدم قوتي الروحيه في مجرد خناقه، ده غير ان انا مش عايز اعيش الحياه بعتمد فيها على قوتي الروحيه وبس. وقبل حرفيا ما يكمل كلامه بيتحدف بتاع 20 متر بسبب ضربه تيرو القويه، وبيفضل يتحكم فيه وبيحدفه في السماء وبعدين يرميه على الارض بكل قوه. وبيقولوا ان عدم استخدام قوته الروحيه ده غباء كبير، لان الامكانيات التانيه اللي هو ممكن يكتسبها ملهاش اي لازمه ومش هتنفعه. ويعني موب بيبقى مرمي على الارض مش قادر يتحرك، وبيروح كوبو لتيرو وبيطلب منه يستهدى بالله كده ويعتبر النتيجه تعادل وخلاص وهو خد حقه، لكن بيرفض تيرو، وبيضطر كوبو يرجع لشكله لما هاجم موب في الاول، وبيبدا ان هو يهاجمه بنفسه ويعلمه الادب. لكن عمنا تيرو بيطهره وبيخفيه خالص كانه بيعيش ناموسه، وبيتصدم موب انه عمل كده وما بيبقاش عارف هو طهره ولا مجرد خفاه بس، وبيبدا يفتكر ذكرياتهم سوا وان هو كان صاحبه الوحيد. وبيقول له تيرو ما تتصدمش قوي كده، ده ما كانش ليه اي لازمه يعني عادي. وبيحاول تيرو يقول اي كلام عشان يستفزه ويخليه يهاجمه، لكن موب بيفضل واقف في مكانه وعلى وشه نفس الملامح البارده. وساعتها بيتعصب تيرو جدا وبيعرفه انه دلوقتي هيستخدم كل قوته عليه. بيقول له موب بكل برود ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، لو كان حد غيري كان هيتاذي منك. وبيستغرب تيرو وبيقول له انت فاكر نفسك انك مش هتتاذي ولا ايه؟ احسن لك ما تستهونش بقوتي ابدا. وبيضرب ضربه قويه في الارض بتدمر المكان كله، وبيمسك موب وبيفضل يضرب فيه بكل وحشيه وبيرزعه في الحيطه بيطلع من الناحيه الثانيه وبيكسر بيه المدرسه حرفيا. وكمان مش بيكتفي بكده وخلاص، ده بيفضل يشتم فيه وبيقول له انت مش عارف حتى تدافع عن نفسك، وريني قوتك دي انا عاوز اشوف لك اي حاجه. وبيكمل تيرو هجومه وبيقرر يحدفه بالسكاكين، يمكن دي الحاجه اللي تخليه يدافع عن نفسه ويستخدم قوته. وفعلا بيقدر موب ان هو يتفاداهم، لكن للاسف في سكينه منهم جت على دماغ تيرو وشالت شعره وبقى شكله مضحك جدا. وساعتها بيتصدم وبيقول له انت كنت قاصدها على فكره، وحرفيا مش بيشوف قدامه من الغضب، وبيقول له ده انت يومك اسود انا مش هسيبك النهارده. وبيحول الكرافته بتاعته لسيف كبير وبيهجم عليه بكل قوه، لكن عمنا موب كالعاده بيقدر يتفادى ضرباته وبيقول له يا عم استهدى بالله بس وهنحلها ودي. وبيفضل تيرو يتفخر بنفسه ويقول انا اقوى واحد في العالم ده، وبيستغرب موب منه وبيقول له انت جايب الثقه دي كلها منين؟ بيرد عليه تيرو وبيقول له ايه السؤال الغبي ده؟ ما اكيد عشان عندي قوه روحيه كبيره، القوه اللي اقدر من خلالها اتحكم في اي حاجه. وبيطلب منه يواجهه ويوري له قوته، لكن كالعاده بيرفض موب بسبب انه مش عايز يأذيه ويسبب له اي اصابات. وبيضحك كده تيرو على كلامه وبيقول له انت فاكرني زي الناس العاديه دي ولا ايه؟ انا مستواي مختلف تماما عنهم كلهم. بيقول له موب على فكره احنا شبه بعض في حاجات كتير، حياتنا بائسه ومش بنثق في نفسنا ولا عندنا حتى اصحاب، وكل اللي احنا بنمتلكه هو القوه الروحيه اللي لو خسرناها مش هيبقى لينا اي لازمه، انت بس خايف انك تواجه حاجه زي دي. وبيتعصب تيرو من كلامه جدا وبيقولوا ان هم مختلفين تماما عن بعض، لكن بيعرفوا موب ان دي وجهه نظره وانه شايف ان هو عادي جدا وما فيهوش اي ميزه. وساعتها عمنا تيرو بيفقد اعصابه وبيهجم على موب وبيفضل يخنق فيه وبيطلب منه يستخدم قوته الروحيه ويواجهه. وبيبقى موب لاخر لحظه رافض انه يستخدم قوته على الناس، لكن للاسف نسبه قوته بتوصل ل 100% وما بقاش خلاص قادر ان هو يسيطر على نفسه. وبيبقى تيرو فاكر ان هو هيقدر يواجهه او حتى يقف قصاده، لكن بيبدا موب يمتص كل قوه تيرو وبيدمر المدرسه كلها وبيطير تيرو في السماء وهو مش مستوعب قوه موب دي. وطبعا بيقلب قطه وبيفضل يعيط ويعتذر ويقول له انا اسف وحتى ابوك مش هعمل كده تاني ولا هستخدم حتى قوتي على الناس، نزلني بس ولا هبقى شخص تاني. وساعتها بيدرك فكره ان هو فعلا شخص عادي ملوش اي لازمه من غير قوته الروحيه، وبيرجع موب بعدها لحالته الطبيعيه وبيفضل يعيط لان حصل اللي هو ما كانش عاوزه وقوته الروحيه اتسببت في حادثه كمان. ولما بينزل تيرو الارض مره تانيه بيعتذر له موب على قله القيمه اللي هو فيها دي، وبالليل بيفضل موب يدور على عيكوبو على امل انه يلاقيه، لكن للاسف مش بيعرف. ولما بيرجع للبيت بيرحب بيه ريتسو وبيلاحظ ان هو متضايق جدا وبيعرفه ان هو لو حب يحكي له في اي وقت هيسمعه. وفي اللحظه دي بيعتذر له موب على الحادثه اللي هو اتسبب فيها زمان واستخدم فيها قوته الروحيه، لكن ريتسو بيهديه وبيقول له ان هو كان بيدافع عن نفسه بس مش اكتر واكيد ما كانش يقصد ان ده يحصل، وبيطلب منه ان هو ما يتعبش نفسه في التفكير وينام. وبيجي تاني يوم وبيبقى ريجن قاعد مع واحد وبيعمل نفسه كده ان هو اتصل بالعالم التاني وبيكلم ابوه المتوفي وحاجه كده يعني استغفر الله، والراجل بيبقى مصدق الموضوع وبيكلمه على ان ابوه فعلا، وبيبقى مستغرب هو ازاي بيتكلم ياباني مع ان ابوه من امريكا، هي دي يعني الحاجه الوحيده اللي لفتت نظرك؟ بيقول له ريجن ما انا بترجم اي لغه الياباني عشان تفهمها، وبعدين ما تقاطعنيش تاني عشان ابويا ما يزهقش مننا. وبيبدا الراجل ده يسال ابوه عن الرقم السري للخزنه اللي في اوضته لانه متاكد ان جواها فلوس كتير وهو اولى بالفلوس دي، وبيقول له ريجن كده اي رقم، لكنه بيعرف ان هو بيكذب لان لازم اقل حاجه 6 حروف، وبيضطر ريجن يضربه ضربه قويه ويخليه يفقد الوعي، ولما يفوق بقى يبقى يقول له ان ابوه اللي عمل كده فجاه. وبيستغرب موب من اللي بيعمله ده وبيعرفه ريجن ان ده مجرد
مجرد دفاع عن النفس بس. وبيقول موب الريجن ان قوته الروحيه بتتصرف من نفسها ساعات، ولما بيغيب عن الوعي مش بيعرف يسيطر على نفسه وبيدمر كل حاجه. بيقول له ريجن لكنها مفيده جدا برضه، افتكر كل الناس اللي انقذتهم بالقوه دي، مش لازم دايما تفتكر السلبيات بس. وبيجي تاني يوم وبيروح موب للمدرسه، وهناك بتقعد معاه ميزاتو وتومي، وبتقول له ميزاتو احنا عرفنا ان انت اللي تسببت في الدمار اللي حصل امبارح في مدرسه الخل، وانت برضه اللي بهدلت تيرو بالشكل ده. وبتروح لتومي على طول وبتطلب منه بكل حماس انه يروح معاها ويدوروا على اشخاص عندهم قوه روحيه زيه كده يمكن يساعدوها تحقق حلمها. وعلى الناحيه الثانيه بيروحوا شويه الطلاب دول اللي اتاكلوا علقه من مدرسه الخل قبل كده، وبيسالوا فريق موب عن اللي قدر يهزم تيرو ويعمل فيه كده عشان يشكروه. ومش بس كده، ده كمان عايزين يخلوه القائد بتاعه، لكن بيعرفوا موساشي ان ده واحد بيكره العنف وما ينفعش يورطوه في حاجه تاني. وفعلا بيضطروا ان هم يمشوا، وعلى السلم بيقابلوا موب وهو نازل، وبيعتذر له تنجا عن اللي حصل له بسببهم من تيرو، ومش بيبقى عارف طبعا ان موب هو اللي عمل كل ده. وبيبقى ريتسو شايف اللي بيحصل ده لكن مش بيتدخل، وبيروح لاجتماع مجلس الطلبه وبيعرضوا كل النشاطات اللي هتكون موجوده طول الشهر. وبعد ما بيخلص وبيرجع للبيت بيقابله في طريقه الشخص ده اللي بيبقى مستنيه اصلا، وبيديله الكارت بتاعه وبيقول له هو انت ليه ما تحاولش تكبر من قوتك الروحيه في المختبر بتاعي. وبيبقى تقريبا كده هو اتلخبط بينه وبين اخوه موب، وبياخد ريتسو الكارت وبيفضل يفكر هل يروح للمختبر ده ولا لا، لان هو نفسه من زمان يبقى عنده قوه روحيه زي اخوه. وبيقرر في الاخر ان هو يروح، ولما بيوصل بيتفاجئ ان هو ولا مختبر ولا حاجه، دي مجرد عماره عاديه. وساعتها بيرحب بيه الراجل ده واللي بنعرف ان اسمه كينجي، وبيقول له انا كنت عارف انك هتيجي ومش هتخذلني، لكن بيبعد ريتسو عنه كده وبيقول له مفيش اي مركز ابحاث هنا، انت كنت بتكذب عليا عشان اجي وخلاص. لكن بيعديه كينجي وبيقول له يا عم انت مستعجل على رزقك ليه، ادخل بس وشوف. وفعلا لما بيدخلوا بيتفاجئ ريتسو بمختبر ضخم، وبيعرفوا كينجي ان هو اجر العماره دي وجددها، وكمان جاب كل البارعين والعباقره في دراسه كيمياء الدماغ والهندسه العصبيه، وبيعملوا ابحاث طول الوقت، والاطفال اللي بيبقى عندهم قوه روحيه كبيره في الدور اللي فوقيهم على طول. اما موب بقى فبيبقى وافق يروح مع تومي يدوروا على حد كمان عنده قوه روحيه. وبعد وقت طويل من التدوير بيحس موب باحساس غريب جدا اتجاه الشخص ده، لكن احساسه ده بيبقى غلط والراجل ما فيهوش حاجه. المهم بنرجع لريتسو مره تانية، وبيبدا كينجي يعرفه على الناس اللي عندهم قوه روحيه كبيره، وبيفضل يشكر فيهم وان ما فيش زيهم ولا في قوتهم ولا في قدرتهم في العالم كله. وبيبداوا يفرجوا ريتسو على الحاجات اللي بيقدروا يعملوها، وبتبقى كلها كده حاجات عبيطه اي حد يقدر يعملها ونصهم بيفشل اصلا. وطبعا ريتسو مش بيبقى فاهم ايه الهبل ده ولا مين اقنعهم اصلا ان هم عندهم قوه روحيه، هم لو شافوا موب هيعملوا ايه. وبيبدا كينجي ان هو يعرفهم على ريتسو، وبيطلب منهم ان هم يعاملوه كويس ومحدش يضايقه. وبيسالهم ريتسو كده لو كينجي عامل فيهم حاجه مخليهم مجبورين على الهبل ده يتكلموا عادي وهو هيحاول يناقشهم، لكن بيتعصب كينجي من كلامه، وكل اللي انا عاوزه ان يبقى عندي قوه روحيه كبيره وبس، وعشان كده عملت مركز الابحاث ده. وبيبقى ريتسو شايف ان ده مجرد وهم وتضييع وقت، لكن بيبقى مضطر ينضم ليهم ويتدرب معاهم لان هو كمان نفسه يبقى عنده قوه روحيه زي اخوه. ومع مرور الايام شخصيته بتبدا تتغير، وتاني يوم بيروح للمدرسه وبيقابله رئيس اتحاد الطلبه اللي بنعرف ان اسمه شينجي، وبيقول له انت عضو في الاتحاد معانا وعشان كده انا عاوزك تساعدني في ان انا اذي تنجا الطالب اللي عمل مشكله كبيره مع مدرسه الخل. انا هاذيه لانه بيعمل مشاكل كتير ويستاهل انه يتاذي. وريتسو بيستغرب جدا وبيقول له ليه واحد زيك ممكن يعمل كده. بيضحك كده شينجي على كلامه وبيقول له واحد زي ايه بس، دي مجرد شخصيه خياليه كده بتعامل بيها مع الناس، والمفروض تبقى عارف ان المدح اللي بيمدحه لك الناس مش بيوصف حقيقتك. وبيضطر ريتسو ان هو يوافق وخلاص، وبيحطه في شنطه تنجا كده آلات موسيقيه بتاعت البنات اللي في المدرسه، وبيتهموه ان هو اللي سرقها، وبيتفضح في المدرسه كلها، اللي اصلا عمنا تنجا ما كانش موجود في المدرسه في الوقت ده، وكان مع موساشي بيتدرب معاه عشان بس يرضى يعرفوا مين اللي عمل كده في مدرسه الخل. ولما بيروح للفصل بتاعه بيلاقوهم كلهم بيبصوا له من فوق لتحت ومش بيبقى فاهم هو عمل ايه، وبيواجهوا شينجي بالسرقه، لكن تنجا بيحاول يفهمهم ان هو ما عملش كده وليه اصلا ممكن يسرق الآلات الموسيقيه بتاعت المدرسه. بيقول له شينجي بكل برود انت عنيف مع الناس كلها، وده سبب كافي جدا يخلينا كلنا ما نثقش فيك ولا نصدقك. وبيتعصب تنجا منه وبيقول له ما انا اللي عاوز اسرقهم كنت هخرجهم بره المدرسه وخلاص، ليه هخليهم في الديسك بتاعي يعني انا مش غبي للدرجه دي. بيرد عليه شينجي بيقول له ما انت غبي يعني عادي، وبعدين احنا لقيناهم برضه في شنطتك وده معناه انك كنت عاوز تروح بيهم البيت. وبيتعصب تنجا جدا وبيروح يمسك فيه لانه بيبقى متاكد ان هو اللي عمل كده وبيتبلى عليه، لكن ده طبعا بيزود الموضوع سوء، وكل الطلاب بتزعق له وبتقول له انت مش مكفيك انك سرقت الالات عاوز كمان تتهجم عليه بعد ما كشفك، وكلهم طبعا بيفضلوا يشتموا فيه. وساعتها تنجا بينهار وبيحاول يثبت لهم انه مش هو اللي عمل كده ومش بقى فاهم هم ليه كلهم ضده بالشكل ده. وبعد ما الموضوع ده كده بيخلص بيحس ريتسو بالندم وان هو كان مجرد واحد جبان وخلاص ما قدرش ان هو يرفض طلب رئيس اتحاد الطلبه عشان ما يأذيهوش. ولما بيروح بعدها لكينجي وهو متضايق ومش طايق نفسه بيقرر في الاخر ان هو يقوم ويمشي، وبيرمي المعلقه دي وهو متعصب وبيقول لكينجي انا كدبت عليك انا ما عنديش قوه روحيه ولا حاجه. لكن لما بص كينجي على المعلقه لقى فيها انعواج غريب، وده دليل على ان ريتسو عنده قوه روحيه. ولما بيرجع ريتسو للبيت بيتفاجئ بإيكوبو على البوابه مستني موب، وبيبقى فاكره مجرد بالونه غريبه وخلاص. اما موب بقى فقائد مدرسه الخل اللي هو بيكون هناز وصل له الاخبار بتاعته عن اللي هو عمله في تيرو، وساعتها بيقرر ان هو اللي هيواجهه بنفسه، والاشاعات بتنتشر وكل قائد عصابه في اي مدرسه بيقرر ان هو اللي هيواجهه ويخلص عليه. وبنرجع لريتسو وبيبقى دخل إيكوبو البيت وبيحكي له انه
وقدر يرجع للعالم ده بسبب قوته الروحيه اللي للاسف بقت اقل بكتير دلوقتي، وعشان كده ما قدرش انه يدخل البيت لوحده. وبيبقى واضح كده ان الارواح اللي قوتها قليله مش بتقدر انها تدخل البيت ده عشان موب مقيم فيه. وريتسو طبعا بيبقى واقف ومش فاهم ايه الشيء الغريب اللي بيتكلم ده، وبيقرر ان هو يطهره وبيمسكه من دماغه وبيفضل يضرب فيه، وبيحاول يكوبه يهديه وبيعرفه انه صاحب موب عادي، وبيقول له يعني ده بدل ما تشكرني ان انا صحيت القوه الروحيه اللي جواك دي. وساعتها بيتفاجئ ريتسو وبيقول له وانا عندي قوه روحيه اصلا. وساعتها بيعرفه ايكوبو ان فكره ان هو يقدر بس يشوفه فده دليل ان هو عنده قوه روحيه. وبيساله ريتسو لو القوه الروحيه اللي عنده دي مقتصره بس على ان هو يقدر يشوف، لكن بيقول له ايكوبو حس كده بقى احنا لازم نشوف بنفسنا مستوى قوتك. وبيقدر ريتسو انه يتنيهم كلهم في ثواني بس. وساعتها بيحاول ايكوبو يقنعه ينضم ليه ويبقى هو الرفيق بتاعه، وساعتها هيخليه يتفوق على اخوه. وريتسو طبعا مش بيبقى متخيل انه في يوم من الايام هيتفوق على اخوه او حتى يبقى زيه، وبيقرر ان هو يسمع كلام ايكوبو اللي بيطلب منه يغمض عينه ويرخي جسمه على الاخر. وساعتها بينتهز ايكوبو الفرصه وبيدخل جواه عشان يستحوذ على روحه ويتحكم فيها، لكن للاسف مش بيقدر ان هو يتحكم فيه زي ما كان عاوز بسبب ان قوته الروحيه بقت ضعيفه جدا. وريتسو طبعا مش بيبقى فاهم هو اختفى راح فين. وبعدها بيقعد وبيعرف ان هو يحرك الحاجات من بعيد، وطبعا بيبقى فرحان جدا انه قادر يستخدم قوته الروحيه. وبيعرفوا ايكوبو انه ده بسبب انه بيتحكم في الطاقه الانتاجيه بتاعته، لكنه برضه عنده امكانيه انه يستخدم القوه الروحيه. وبيستنتج ان السبب في ده هو عواطفه. وبيساله كده لو في اي حاجه موتراه الفتره دي او متضايق من حاجه. بيعرفوا ريتسو انه مفيش حاجه مضايقاه ولا حاجه، لكن الحقيقي ان هو بيبقى زعلان من نفسه على انه يعني بيسمع كلام شينجي اللي هو رئيس اتحاد الطلبه ده، وبيتبلوا على الطلاب اللي بتعمل مشاكل في المدرسه زي تنجا كده، وبيتهموهم بالسرقه وبيبوظوا سمعتهم، وده عشان يطهروا المدرسه منهم ويبقوا في نظر باقي الطلاب ابطال بيعملوا اللي عليهم. وعمنا ريتسو قوته الروحيه بتزيد بسبب ان الفساد والشعور بالذنب بقوا زي بنزين ليه بيخلوه اقوى. وبيروح ريتسو لمختبر كينجي وهناك بيوريهم قدرته على انه يتني المعالق بكل سهوله وكمان يعمل بيهم اشكال كتير. ولما بيخرج ريتسو بيتفاجئ بالطلاب اللي اتطردوا من المدرسه بسببه هو وشينجي، وبيقولوا له انت اللي لبستنا التهم دي مش كده؟ بيرد عليهم ريتسو بكل برود وبيقول لهم انا ما اعرفش انتوا بتتكلموا عن ايه، لكن حتى لو انا اللي عملت كده فخلاص فات الاوان وبقيتوا مطرودين دلوقتي. وبيتعصب واحد منهم بسبب طريقته دي وبيبدا ان هو يهجم عليه، لكن بيقدر ريتسو يكسر له ايده والباقي بيحاولوا يضربوهم هم كمان، لكن عمنا ريتسو بيعلمهم الادب. وعمنا ريتسو ساعتها بيحس بجنون العظمه وقد ايه هو قوي، وقبل ما يمشي بيوقفوا تيرو اللي شخصيته بتبقى اختلفت تماما بسبب موب، وبيقولوا اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، انت فاكر ان انت كده مميز ولا ايه؟ انا مش مصدق ان انا شايف نفسي زمان بالشكل ده. وبيحذروا ان هو يعيش معتمد على قوته الروحيه لانه هيخسر كتير، لكن طبعا عمنا ريتسو بيبقى عامل زي شخصيه تيرو كده زمان ومش بيهتم بكلامه، وبيقول له انا اعرفك منين عشان اخد تحذيرات منك اصلا ولا حتى اسمع كلامك. وبيحاول ساعتها ايكوبو يعقله ويقول له ما تستفزوش يخرب بيتك انت ما تعرفش ده مين، لكن ريتسو مش بيهتم وبيقول انا متاكد انه ما يختلفش كتير عن اللي موجودين في المختبر بتاع كينجي. وبيبقى يا عيني عايز يقارن قوتهم ببعض، وبيفضل ايكوبو يشتمه ويقول له سيبك من الهبل اللي بتفكر دي واهرب احسن لك. ولما بيسلم عليه تيرو بس بيحس ريتسو بقوته الكبيره وبيقرر ان هو يهرب فعلا، وبيقول لايكوبو ان هو محتاج يبقى اقوى لدرجه ان هو ما يخسرش قدام اي حد او حتى يبقى عنده ذره خوف منه. اما موب بقى فبيبقى ماشي في الشارع عادي وبتخرج له الست دي وبتعرض عليه يدخل المعرض بتاعهم ويتفرج يمكن يقتنع بحاجه عامله زي بتوع البدل بتاع وسط البلد كده، وبتوري له المزهريه دي اللي بتكون غاليه جدا، وبيحاول يفهمها ان هو اصلا مش معاه المبلغ ده، وبتفضل تنزل في السعر عشان عاوزه تبيعها وخلاص، وبتبقى شايفه ان موب اهبل وهتعرف تضحك عليه، وعشان كده بتوقع المزهريه قصد عشان يضطر يدفع حقها. وبيخاف موب جدا وساعتها بيدخل صاحب المكان وبيقول له انت معاك تليفون يا انت، وعمنا موب بيعمل نفسه هبل ويقول له يطلع التليفون ده، لكن للاسف في الوقت ده تليفونه بيرن وبيتمنى ان الارض تنشق وتبلعه. وساعتها بيكلم ريجن وبيطلب منه يجي عشان يخلصوا من الموقف ده، وهناك بيعرفوه انه لازم يدفع ثمن المزهريه دي، وبيقول لهم ريجن انا مش هدفع حاجه وكمان دي شكلها رخيص قوي انتوا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ وساعتها بيتعصب صاحب المكان وبيمسك فيه، وريجن بيعيش الدور وبيقول له انت كسرت ايدك حرام عليك، ايدك بقى على فلوس المستشفى والعلاج فهتدفع ثمن كل ده ولا نروح انا وانت القس. وبيقدر يضحك عليهم بكلمتين وبياخد موب وبيخرج من المكان، وبيبقى هم اللي نصبوا عليهم. اما شينجي فبيكمل في اللي هو بيعمله ده بحجه ان هو يعني كده بيطهر المدرسه، وبيبقى تنجا قاعد مع موساشي ومتضايق من اللي حصل له ده، وبيدخل عليهم شينجي كده وبيقول وانا اقول المدرسه ريحتها معفنه كده ليه؟ انا مش قلت لك انت ما تجيش هنا تاني؟ وساعتها بيتعصب تنجا عليه وبيقول له انا لو فضلت في البيت امي هتشك فيا وهتسالني عن السبب، وبيدافع موساشي عنه وبيقول له انه تنجا ما عملش اي حاجه من اللي اتقالت عنه دي، لكن بيزعق لهم شينجي وبيقول انهم كده هيضطروا يتعامل معاهم على انهم متورطين معاه في السرقه، لكن بيقاطعهم واحد كده وبيعرفهم ان في واحد غريب واقف على البوابه ومصمم ان هو يدخل. ولما بيخرج شينجي ومعاه ريتسو عشان يشوفوا مين ده بيلاقوه واحد ضخم جدا وبيدور على موب، وطبعا بيناديه باسم مستعار عشان مش عارفين اسمه ولا هويته. المهم بيقرر ريتسو انه يواجهه هو وبيقدر انه يضربه ويخليه يفقد الوعي خالص، وبيبقى شينجي ماشي في الشارع وعصابات المدارس كلهم بيدوروا على موب، ولما بيشوفوا شينجي بيكونوا فاكرين ان هو اللي ضرب صاحبهم وحرفيا بيعدموه العافيه، وكل يوم بتقابلوا عصابه شكل وبيبقوا فاكرين ان هو موب وبيدوا له العلقه المحترمه وبيمشوا، لدرجه ان هو مش بيبقى فيه حته سليمه وبيجي له اكتئاب بيخليه ما يخرجش من البيت. وبنشوف بعدها ريتسو هو
وهو ماشي في الشارع وبيتفاجئ بمجموعه كبيره من عصابات المدارس اللي بيدوروا على موب، وكالعاده بيبقوا فاكرين ان ريتسو هو موب، وبيقول لهم ريتسو ايوه انا الشخص اللي انتوا بتدوروا عليه. وبيبقى تيرو واقف على جنب بيراقب اللي بيحصل وعارف ان ريتسو بيكذب، وبيستخدم ريتسو القوه الروحيه بتاعته وبيخليهم يثبتوا في مكانهم ما يعرفوش يتحركوا، وبيهجم عليهم وبيضربهم لحد ما بيهزمهم كلهم، وبيبقى ريتسو فقد السيطره على نفسه خلاص. وفي اللحظه دي بيجي موب وبيسال اخوه هو مستغرب جدا انت بتعمل ايه؟ وعشان نفهم اللي حصل ده بنرجع كده كام دقيقه لورا، وبيبقى عمنا تيرو راح لموب اللي كان قاعد مع تومي عشان يدوروا على اي حد عنده طاقه روحيه، وبيعرفوا ان في واحد من المدرسه بتاعته بيستخدم قوته الروحيه وطايح في الكل واكيد هو يعرفه. وفعلا موب بيروح معاه على طول وبيتصدم لما بيلاقي ريتسو اخوه ومش بيصدق ان هو اللي عمل كده وهزم كل الناس دي. وساعتها بيعرفوا ريتسو انه اكتسب طاقه روحيه كبيره وبيحاول يكوب ان هو يفوقه، وبيعرفوا ان هو كده هيواجه اخوه اللي هو طبعا اقوى منه بمراحل، لكن ريتسو مش بيهتم وبيضطر يكوب ان هو ينسحب من المعركه دي خالص. وبيحاول موب كده يهديه وبيساله ايه اللي مضايقه ووصله للمرحله دي، واول ما بس بيقرب منه بيستخدم ريتسو عليه قوته وبيبعده عنه خالص وبيستعد ان هو يقتله. لكن الغريب ان زي ما احنا متعودين موب طبعا بياخد المواضيع ببساطه وبيبارك له كده ان هو اخيرا بقى عنده قوه روحيه زي ما كان بيتمنى من زمان. بيقول له ساعتها ريتسو ان هو من زمان كان معجب بيه وقوته، لكن الحقيقه ان هو ما كانش اعجابه ولا حاجه، ده كان مجرد خوف منه، وحتى كمان كان بيتجنب معاه اي خناقه عشان ما يستخدمش عليه قوته الروحيه ويأذيه، عشان طبعا هو مش هيقدر ان هو حتى يدافع عن نفسه قدامه. لكن دلوقتي اخيرا بقى عنده قوه روحيه زيه، والاعجاب الوهمي ده خلاص اتشال وما بقاش يخاف منه. وطبعا موب مش بيبقى مصدق الكلام اللي بيسمعه ده وبيبقى فاكره بيعمل فيه مقلب ولا حاجه، وساعتها بيخرج ريتسو عن السيطره وبيطلب منه يواجهه ويضربه. لكن موب طبعا مش بيعمل كده عشان بيبقى عارف ان اخوه مش في وعيه، وبيروح يعتذر للي مرميين على الارض دول بالنيابه عن ريتسو. وريتسو طبعا بيتضايق جدا ومش بيبقى عارف هو بيعمل كده ليه، وبيقول لموب مفيش داعي اننا نتقاتل او انك تكرهني لاننا في الاول وفي الاخر اخوات. وفجاه بينزل الشخص الغريب اللي مش باين منه حاجه ده وبيضرب ريتسو ضربه قويه جدا في الارض، وبيعرفه انه هياخده ويخلصهم منه. وده بيكون لان هو فاكر موب بعد ما ريتسو انتحل شخصيته، وعصابات المدارس بيرفضوا ان هو ياخده لان هو هدفهم هم اللي عايزين يخلصوا عليه، لكن الشخص ده بيبقى مصمم ان هو اللي ياخده، واي حد بيقرب منه بيضربه على طول. وبيحاول موب يدافع عن ريتسو لكن بياخد له هو كمان ضربه بتخليه يدخل جوه الحيطه، وفعلا الشخص ده بياخد ريتسو وبيمشي. اما موب بقى فقوته بتوصل لاقصى مرحله وبيخرج عن السيطره تماما، وبيجري على طول على الشخص ده عشان ينقذ اخوه وبيضربه بكل قوه. والشخص ده بيتفاجئ جدا ان هو كمان عنده طاقه روحيه وبيقول انا عمري ما سمعت ان اتنين اخوات يبقى عندهم قوه روحيه بالشكل ده. وموب طبعا زي ما احنا عارفين مش بيبقى عايز يستخدم قوته على حد، لكن الحاله دي بتبقى استثنائيه ولازم يدافع عن اخوه مهما حصل. وبيفتكر كمان ساعتها ان ده الشخص اللي شافه من كام يوم مع تومي وكان شاكك ان هو عنده قوه روحيه، والشخص ده بيبدا ان هو يستخدم قوته وبيضرب موب بكل قوه بطريقه فظيعه لدرجه ان هو بينزف وبيطير في السماء، وحتى كمان لما بينزل الارض مره تانية مش بيسيبه وبيفضل يضرب فيه بطريقه مرعبه جدا لدرجه ان كل الموجودين بيخافوا من المنظر ده وموب بيصعب عليهم. والغريب بقى ان موب لحد دلوقتي مش راضي يستخدم قوته وبيبقى مستسلم على الاخر، وريتسو بيبقى بيتفرج على اللي بيحصل ده وهو مش قادر يعمل حاجه وبيفضل يعيط على اخوه. والشخص ده بيفضل يضرب في موب بطريقه هستيريه لدرجه انه خلاص شويه وهيموت. وساعتها بقى بيقرر ريتسو ان هو يتدخل وبيروح يمسكه وبيطلب منه يسيب اخوه وياخده هو زي ما كان عاوز في الاول، لكنه بيرفض وبيضربه هو كمان. وساعتها قوه موب بتوصل ل 100% وبيخرج عن السيطره خالص ومش بيشوف قدامه، وبيمسك الشخص ده وبيدمر بيه المكان كله وبيطيره في السماء وبيحذره ان هو يشوف وشه تاني في اي حته لانه ساعتها مش هيرحمه ابدا. لكن الشخص ده واللي بنعرف بقى ان هو اسمه كيوما برضه مش بيسكت وبيهجم عليه مره تانية، وعصابات المدارس بيبداوا يشجعوا موب وبيعرفوا ساعتها ان هو الشخص القوي اللي كانوا بيدوروا عليه، وبيضربوا موب مره تانية وكيوما مش بيبقى عارف يعمل معاه ايه، حرفيا مفيش حاجه بتاثر فيه. خلاص بقى عم موب اللي ما يعرفك يجالك. وساعتها عمنا كيوما بيقرر ان هو يضربه بالسكينه ويخلص عليه لان القوه ما بقتش نافعه معاه، لكن بيقدر عمنا موب يعمل حاجز قوي حواليه والسكينه مش بتقدر ان هي تخترقه. وساعتها بيستخدم كيوما اخر حل عنده وهو انه يرش بالمخدر، وفعلا ساعتها بيقع موب على الارض وبيروح بعدها كيوما للعصابات دي عشان يخلص عليهم لان هو مش هينفع يسيبهم عايشين كده بعد ما شافوا كل حاجه. وفي الوقت ده بيقوم عمنا موب وبيقول لكيوما لا مع نفسك بقى انا زهقت، وبياخد ريتسو وبيهرب بيه. وبيتفاجئوا بعدها ان موب لسه فاقد للوعي، لكن بيروح لهم تيرو وبيطلب منهم يسيبوه دلوقتي. وطبعا هم مش بيبقوا عارفين هو ازاي وصل للحاله اللي هو كان فيها دي، وبيبقى يعقوبه متضايق ان هم ما لحقوهوش لان هو اصلا اللي راح ينده تيرو عشان ينقذوه. اما ريجن بقى فبيبقى بينصب على واحده جديده ويرش عليها الملح عشان يطرد الارواح الشريره اللي هي بتعاني منها، وبيبقى متعصب ان موب اتاخر على الشغل بالشكل ده وبيقرر ان هو يخصم له لما يجي. ويعني موب بيبقى نايم ومفيش فيه حته سليمه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في شقه تيرو اللي بيعرفوا ان هو يعرف مين اللي خطفوا ريتسو دول وبيحذروا ما يورطش نفسه معاهم، وبيعرفوا ان هم منظمه كبيره اسمها المخلب واللي اسسها مجموعه من الناس عندهم قوه روحيه كبيره جدا، وهدفهم هو انهم يعملوا ثوره كبيره ويقلبوا العالم ده كله ويخلوه تحت سيطرتهم، وان في مراكز كتيره حوالين العالم
بتحاول انها تصنع قوه روحيه، والمنظمه الوحيده اللي نجحت في حاجه زي دي هي منظمه المخلب. وواضح كده ان هم بيخطفوا الاطفال اللي بيمتلكوا قوه روحيه ويغسلوا دماغهم بالكامل وبعدين يدربوهم كجنود ليهم. وبيتدخل ايكوبو وبيقول له انه لو ما خدش حذر هيقتلوه، لكن طبعا موب مش بيبقى مهتم غير بانهم خطفوا ريتسو وبيقرر ان هو لازم ينقذه. وبيروح تيرو وموب المختبر الصحوه بتاع كينجي وبيعرفوا منه ان ريتسو كان منتحل شخصيه موب في المختبر، وعشان كده منظمه المخلب جت وهجمت على المختبر وعرفوا منه معلومات عن ريتسو وخطفوه على اساس ان هو موب. اما ريتسو بقى ففي الوقت ده بيبقى وصل لمقر منظمه المخلب، وهناك بيحكي كيوما اللي حصل للرئيس بتاعه، وبيعرفه كمان ان في ولد كان عنده قوه روحيه كبيره جدا اعترض طريقه بالرغم من ان هو طفل صغير، لكنه كان مشغول واضطر يسيبه وياخد ريتسو بس. وطبعا ساكورو بيزعله جدا وبيقول احنا المفروض اصلا بنخطف الاطفال اللي عندهم قوه روحيه كبيره وانت رايح تسيبه وتاخد واحد اضعف منه، انت عارف لو القائد عرف هيعمل فينا ايه. وفي الوقت ده بيجي واحد اسمه تيرادا وبنعرف ان رتبته عاليه جدا في المنظمه دي، وبيعرفوا ان هو هيخفي الموضوع ده عن القائد ومش هيخليه يعرفه. المهم بنرجع لموب وبيسالوا تيرو على اللي ناوي يعمله، وبيفكروا ان هم مش منظمه سهله خالص وكمان عددهم مش قليل، دول فوق ال100 شخص. وتيرو بيعرفوا ان هو هيساعده لانه كده كان ناوي يدخل في صراع مع منظمه المخلب دي في يوم من الايام، لان هم كانوا بيطاردوه زمان. وطبعا مفيش وقت انسب من كده، وان هم لو اتعاملوا مع الموضوع ده بحذر وبجديه مستحيل يخسروا لان قوه موب مش قليله برضه. وفي اللحظه دي بقى بيهجم عليه تيرادا ومعاه 2 عشان عايزين ياخدوا موب بعد ما عرفوا ان هو بيمتلك قوه روحيه كبيره، وبيبقى فاكر ان الموضوع مش هياخد معاهم وقت وهيرجعوا بموب بسرعه، لكن مش بيعدي ثواني وتيرادا بيبقى بيصوت من الميه اللي كل شويه يتغرق فيها دي ومش عايزين يسيبوه. وموب بيلاقي ان هو مختلف تماما عن كيوما وبيقول لتيرو سيب الراجل ينشف حتى ده هيغرق في ايدك. بيقول له تيرو انت ما ينفعش تبقى ساذج وغبي كده مع الناس اللي زي دول، وبيطلب من تيرادا يعترف احسن له ويقول لهم كل اللي يعرفه بدل ما يسيبه متشعلق كده على طول. وساعتها بيعرفهم تيرادا عن مخبأهم السري وكمان اسماء وقدرات الاعضاء الموجوده هناك وحاجات تانية كتير، لكن تيرو بيبقى متاكد ان في حاجات تانية مخبيها عنهم ومش عاوز يقولها، وتيرادا يعني مش بيبقى عارف يعمل لهم ايه تاني عشان يسيبوه، وبيقرروا ان هم ياخدوه يروحوا لهناك بنفسهم. وفي الوقت ده كانت الرتب العليا في منظمه المخلب مجتمعين ومنهم ساكورو وكيوما، اما ريتسو والخمسه اللي معاه اللي كانوا في مختبر كينجي بيكونوا محبوسين. وبيروح لهم الشخص ده اللي بيبقى اسمه موتا، واول ما بيشوفوه بيقولوا احنا ما عندناش اي قوه روحيه زي ما انتم فاكرين، ده مجرد سوء تفاهم سيبونا نروح بالله عليكم. وبيقول لهم وانا بقى المفروض اصدقكم لما اتفقتوا مع بعض تقولوا الكلام اللعبل ده. وبيطلب من واحد منهم اسمه كيوتا يخرج ويوري له قوته السحريه في خلال 10 ثواني بس، وطبعا كيوتا مش بيعمل كده عشان يصدق ان هم ما عندهمش اي قوه روحيه، وبيمسكوا موتو من رقبته وبيقولوا انا هوريك هعمل فيك ايه عشان تبقى تستخف بيا كويس، وبياخدوا معاه وبيبقوا فاكرين ان هم خدوه عشان يغسلوا له دماغه تماما ويبقى تحت سيطرتهم، لكن المصيبه ان هم بيسمعوا صوت انهيار وصوت كيوتا وبعد شويه بيختفي الصوت ده، وبيخرج بعدها موتو والسكينه اللي معاه متغرقه دم وبيرمي لهم جثه كيوتا قدامهم، والمنظر ده بيخليهم يتصدموا وما يعرفوش يتكلموا، وبيقول لهم موتا ده هيكون مصيركم لو ما عقلتوش كده واستخدمتوا قوتكم. وعلى الناحيه الثانيه بيوصل موب وطيروا للمكان، واول ما بينزلوا من العربيه بيسيبهم تيرادا وبيهرب، وبيكسلوا ان هم يجروا وراه ويجيبوه لانه اكيد بعد الضرب اللي خده ده مش هيفكر يعترض طريقهم تاني. اما تيرادا فبيقرر يستخدم عليهم قوته الروحيه وينتقم منهم وما يسمح لهمش ابدا يدخلوا المركز، وبيمسك الشجر اللي في المكان وبيحدفه عليهم، لكن بيقدر تيرو يستخدم قوته الروحيه ويتفادى الشجر ده من ان هو يقع عليه، وبيقرر موب انه يساعد هو كمان، وباستخدام قوته بحركه واحده بس بيوقع الشجره الضخمه دي على تيرادا وبيوقعه على الارض مش بيتحرك تاني بعدها. وبنرجع لريتسو والباقي في السجن، وبيقول واحد كده اسمه شيراتوري بنعرف ان هو اخو كيوتا احنا بنتواصل مع بعض عن طريق التخاطر الذهني، وهو ما ماتش ولا حاجه، ده موتا بيبقى وهمهم بكده عشان يخوفهم ويسمعوا الكلام ويستخدموا قوتهم، وبيقول ان هم لازم يهربوا من هنا وينقذوا كيوتا، وفعلا بيعملوا خطه وبيتحدوا مع بعض بقوتهم البسيطه وبيقدروا ان هم يفتحوا الزنزانه اللي محبوسين فيها، وبيروحوا لهم ال3 حراس دول اللي بيبقوا مستهونين بيهم جدا وبيقولوا لهم يلا شاطرين بقى ارجعوا على الزنزانه مره ثانيه لانها امان اكتر ليكم، ولو خرجتوا خطوه واحده بس هنعاقبكم عقاب شديد. وبيقرر ريتسو انه يخرج هو بنفسه ويستفزهم عشان يعني يخليهم يهاجموه عشان الباقي يعرف يهرب، ولما بيروحوا يهجموا عليه بيقدر ريتسو يدافع عن نفسه بقوته الروحيه وهم اللي بيتاذوا وبيتخبطوا في الحيطه، وكلهم بيتفاجئوا بقوته دي وبيقولوا طب ما كنت انت اللي تفتح الباب من الاول ليه التعب ده يا عم. بيعرفهم ريتسو ان هو كان لازم يوهمهم بان هم ضعفاء ومش هيعرفوا يعملوا حاجه. اما موب وتيرو بقى فبيبقوا بيراقبوا البوابه وبيلاقوا ان في 2 حراس اقوياء واقفين ومش بيكونوا عارفين يعملوا معاهم ايه، وبيقترح تيرو ان هم يخلصوا عليهم وخلاص، لكن بيرفض موب لان طبعا كالعاده هو مش عايز يتجه للعنف، هو عاوز ينقذ اخوه خلاص، وبيستخدم تيرو قوته وبيقدر ان هو يسحبهم وبيضربهم ضربه خفيفه عشان بس يغيبوا عن الوعي، وبيقدر ايكوبو يستحوذ على جسد واحد منهم، وبعدها بيدخلوا المنظمه وبيضربوا 2 من الحراس، بس كيوما وباقي الرتب العاليه اللي في المنظمه كانوا بيراقبوهم، وبيفرح كيوما ان موب جاله لحد عنده مره ثانيه وهيعرف ينتقم منه، وباقي الرتب دول بيحذروه ان هم مش هيسيبوه لو خسر قدامه مره ثانيه، وساعتها بيخرج لهم كيوما وبيعرف موب ان
المره دي هيقتله بجد ومش هيتهاون معاه ابدا. وبيقول لهم تيرو ان هم لازم يجمعوا قوتهم ويهاجموه في نفس الوقت عشان يخلصوا عليه. وبيقول موب ان مفيش وقت يعملوا كل ده، وبيروح له وبيتحكم فيه وحرفيا بيخليه ما يعرفش يتحرك وبيدمر بيه المكان كله. وبيبقى هزمه للمره الثانيه على التوالي وبيسيبه متعلق في السقف كده وبيكمل طريقه مع تيرو وايكوبو. وقائد المنظمه بيجمع كل الموظفين وبيشجعهم عشان يخلصوا على موب واللي معاه. وبنشوف بعدها كيوتا وهو قاعد مع مجموعه من الحراس بيلعبوا مع بعض كوتشينه، وطبعا مش بيكونوا طايقينه ولا عارفين المفروض يفضلوا ياخدوا بالهم كده منه لحد امتى. وبيوصل ريتسو والباقي المكان الحراس دول وبيتسحبوا لجوه وهم بيتكلموا كده ومش بيقدروا ان هم ياخدوا بالهم منهم، لكن بيلاحظوا وجودهم لما بيحاولوا ياخدوا كيوتا ويخرجوا كأن مفيش حاجه. وبيوقفوهم بسرعه ومش بيبقوا عارفين هم ازاي فلتوا من الحراس اللي بره، لكن بيعرفهم ريتسو ان هم هزموهم وخلوهم ما يعرفوش يتحركوا خالص. وبيستعد بقى باقي الحراس ان هم يضربوهم وبيقولوا احنا اللي خلاص هنقضي عليهم. لكن الغريب بقى ان واحد معاهم كده اسمه جين بيوقفهم وبيمنعهم ان هم يهجموا عليهم، وبيسمح لريتسو والباقي ان هم ياخدوا كيوتا ويمشوا. وطبعا ريتسو والباقي ما بيصدقوا وبيخرجوا على طول، وباقي الحراس مش بيبقوا عارفين هو ليه عمل كده وسابهم يمشوا. وساعتها بيقول لهم جين اسكتوا خالص، انتوا ما تعرفوش حاجه. الفرق بين قوه واحد عنده قوه روحيه وبشري عادي زي كده الفرق اللي بين السماء والارض، وما ينفعش ابدا ندخل معاهم في اي قتال لان احنا اللي هنطلع خسرانين في الاخر. وايكوبو بيبقى بيستكشف المكان وبيلاحظ ان الباب ده فيه حاجه غلط، وساعتها بيخرج منه مجموعه من الحراس وبيبقوا شاكين فيه، لكن بيلاقوه مجرد حارس عادي. ولما بيقول ايكوبو انه اول مره يشوف الاوضه دي وعاوز يستكشفها بيعرفوا ان هو مش حارس حقيقي. وقبل ما يعملوا له اي حاجه بيهجم عليهم ايكوبو وبيخليهم كلهم بيفقدوا الوعي. وفعلا بيدخل عشان يستكشف الاوضه دي ويعرف اللي جواها ايه، وبيعرفوا واحد منهم ان دي اوضه الايقاظ اللي الالات اللي فيها بتبقى الات تعذيب، لانهم شايفين ان احداث الالم والوجع هو وسيله من وسائل الايقاظ. وفي الوقت ده بيدخل عليهم واحد من الرتب العاليه اللي في المنظمه وبيكون اسمه ماتسو، وبيقضي على الحارس ده لان هو ضعيف وايكوبو قدر يهزمه. وبيقول له نادر جدا لما بيجي شبح زيك كده لهنا، ايه رايك تبقى الشبح الخاص بيا وعلى الاقل انا ههتم بيك مش هبقى زيهم. وساعتها ايكوبو بيحس بالخوف لان الشخص ده شكله خطر جدا. اما تيرو فبيفضل يدور على ريتسو وبيخلي الحراس هم كمان يدوروا، وبيقولوا له ان هم فعلا مش موجودين في الزنزانه وشكلهم كده هربوا كلهم. وبيضطر تيرو يصدقهم ويروح يدور في مكان تاني، وقبل ما يمشي كده بيمسح عليهم وبيضربهم كلهم. لكن فجاه بيلاقي نار ضخمه جدا انتشرت في المكان كله، وبيبقى عنده سرعه بديهه وبيعمل حاجز حوالين نفسه عشان ما يتصابش. وبيخرج واحد من الرتب العاليه وبنعرف ان اسمه ميجاو، وبيبقى هو اللي عمل كده لانه عنده قدره على اشعال النار بصوابعه، وبيعرفوا ان هو هيبقى مجرد رماد دلوقتي. وبيحاول تيرو ان هو يصمد على قد ما يقدر، لكن يعني مش بيعرف. وبيقدر ميجاو ده يفتح الحاجز بتاعه والدخان بيملاه لدرجه ان هو مش بيقدر يتنفس ومش بيبقى عارف يعمل ايه، لان هو لو حب يرد الهجوم ده هيضطر انه يفك الحاجز وساعتها هيتحرق في ثواني بس. وبرضه لو فضل بالشكل ده هيتحول لبخار. وبيبقى ميجاو مبسوط انه كسب المعركه دي، لكن بيحصل اللي مش متوقعه وبيقدر تيرو يحول النار عليه. وبيبقى تيرو فاكر انه اخيرا انتصر عليه، لكنه بيتفاجئ بساكوري وراه وبيطلع السيف بتاعه وبيقول له انا ممكن ابقى كبير في السن لكن انا اقوى منك ب10 اضعاف ومستحيل تقف قصادي. لكن بيجي واحد من وراه من الرتب العاليه وبيضربه ضربه قويه بتخليه يفقد الوعي. وبنشوف موب وهو رايح للمكان اللي بيبقى كله دومه خشبيه ده، وبيقول لهم ما شفتوش اخويا الصغير انا بدور عليه. وبتبقى اللي بتحكم الدومه دي واحده اسمها موكاي، وبتبقى برضه واحده من الرتب العاليه، وبتفرح جدا انها قدرت تلاقي موب وبتروح عشان تخلص عليه وتحوله لدميه هو كمان. اما ريتسو اللي معاه فبيبقوا يدوروا على مخرج عشان يهربوا، ومش بيبقوا عارفين ان موب والباقي بيدوروا عليهم اصلا. وبيعترض طريقهم كده واحد اسمه شو اللي بيبقى حرفيا قوي جدا، وساعتها بيطلب ريتسو من اللي معاه ان هم يسبقوه وهو اللي هيخلص عليه وهيحصلهم. بيقول له شو سيبك بس من الحماس اللي انت فيه ده، انت مش هتعرف تكسب قصادي حتى لو وقفت على شعر راسك، فوفر وقتك احسن لك. لكن بيعرفوا ريتسو ان هو اقوى منه اصلا، وساعتها بيقرر شو ان هو يستخدمه كطعم عشان يقبض على موب. اما مكايفه بترجع وهي منهاره من العياط بسبب ان موب دمر كل الدمى بتاعتها وما تبقاش منهم غير شويه فتافيت. وبتقول لها تسوتشي سيبي الموضوع ده عليا وانا هجيب لك حقك. وبتروح لموب اللي بتتفاجئ ان هو مجرد عيل صغير وقادر انه يعمل كل ده، وبتستخدم كل قوتها وبتضربه ضربه قويه جدا لدرجه ان هو بينزف بسببها، ويعني مش بيلحق يستوعب اي حاجه، وبيلاقي الضرب نازل عليه من كل ناحيه ومش مدياله فرصه يدافع عن نفسه. وبتوقف تسوتشي ضرب لما بتلاقيه عمال يعيط، وبتقول له انت بتعيط ليه دلوقتي وانت عامل فينا كل ده؟ بيقول لها موب عشان انا مش عاوز اقتل ست، المعلم بتاعي قال لي اللي يضرب ست يبقى افشل شخص في العالم وما ينفعش ابدا يكون راجل. وساعتها بتعجب تسوتشي بشخصيته وبتطلب منه يسيب كل حاجه على جنب ويقتلها عشان يبقى الموضوع عادل شويه. وبنرجع بعدها لايكوبو اللي بيبقى بيجري من ماتسو بعد ما خلى ارواح الشريره تتحول لحيوانات ضخمه وتهاجمه، وبيفكر في حاجه ذكيه جدا وهي انه بيعمل نفسه هيهجم على ماتسو، لكن فجاه بيقع على الارض وبعدين بيقوم مره تانية لكن على هيئته كروح، وبيقول له نتقابل مره تانية بقى، وبيخرج على طول من الباب. وعلى طول بيؤمر ماتسو الوحوش بتوعه يهجموا عليه ويجيبوه بسرعه، واول ما بيخرجوا من الباب مش بيعرفوا يتحركوا وبيتعلقوا جوه. وساعتها بيظهر ايكوبو مره تانية بعد ما كان في السقف وبيرجع لجسم الحارس ده تاني، وبيبقى فاكر ان هو كده هيقدر يهزمه، لكن برضه ماتسو بيبقى اقوى منه بكتير وبيقول له مشكلتك ان انت بتستهون بيا. اما موب
فبيقدر ان هو يهزم تسوتشي ويخليها واقعه على الارض مش قادره تتحرك. وبنشوفهم بعدها بعد ما قبضوا على تيرو اللي بينصحهم يهربوا وما يواجهوش موب، لانه لو وصل لاقصى مراحل قوته محدش هيقدر يوقفه وهيدمر المكان ده كله. وفعلا موب بيبقى بيضرب تاكايو وبيكسر بيه الحيطه بكل سهوله، وفي الاخر بيسيبه وبيمشي. وبيقابل في طريقه ريتسو وهو واقع على الارض بعد ما معرفش يهزم شو وقوته فعلا طلعت اكبر منه بكتير، وبيقرر ان هو ينتقم منهم ويجيب حق اخوه. وفي اللحظه دي بيجي موتا اللي بيبقى عايز ياخد موب، لكن للاسف قوه موب بتوصل ل 100% ومش بيقدر ان هو يسيطر على نفسه، وبيقدر ان هو يخلص على موتا من غير اي مجهود. وبيبقى شو كل ده مستخبي جوه الحيطه، وبيطلع بعدها وبيقبض على موب وريتسو وبيوديهم في الاوضه اللي فيها تيرو. وبيدخل ماتسو هو كمان وبيبقى معاه ايكوبو محبوس في المزهريه دي، وبيبقى كده موب وكل اصحابه اتقفشوا. اما ريجن بقى بيبقى عايش في ميه المخلل، وكل ده ما بيبقاش عارف حاجه عن موب ومش عارف هو مختفي فين كده وليه مش بيرد عليه كمان. وبيقدر ان هو يوصل للمكان اللي هو فيه وبيدخل بنفسه عشان يشوف هو بيعمل ايه جوه. وموب بيقدر اخيرا انه يفوق وبيقوم موب وبياخده في حضنه وبيبقى مبسوط ان هو بخير وما حصلوش حاجه. وبنشوف عمنا ساكورو وهو بيسال القائد عن اللي هيعملوه بعد كده وهل هيخلوهم جزء جديد من الرتبه العليا اللي في المختبر ولا لا. بيقول له القائد ان الاستعجال ملوش لزوم وان هم الاول لازم يغسلوا دماغهم باستخدام التحريك العقلي. وبيقاطعهم شو بيرفض اللي هم بيقولوه ده وبيعرفهم ان هو هياخدهم هو وبالذات ريتسو لان هم متشابهين في حاجات كتير. وبيروح لساكورو بيقول له ما تتعاملش كانك مهم للدرجه دي. وبنرجع لعمنا ريجن واول ما بيقرب على بوابه المختبر بيوقفوا الحراس الكتير اللي واقفين وبيسالوها عن اللي هو جاي عشانه. وطبعا ريجن بيستغرب من عددهم وبقى عايز يعرف ايه اللي بيحصل جوه بالظبط، لكن طبعا مش بيردوا على اسئلته. وعمنا ريجن بيفخمها في حق نفسه وبيعمل ان هو حد مهم وبيديها واحده انت ما تعرفش انا مين يا ابني والحاجات دي، وبيعرفهم ان هو جه هنا عشان يتناقش في شويه حاجات مع التابع بتاعه ويمشي. واول ما بيسمعوا كلمه تابع دي بيترعبوا لان الشخص الوحيد اللي القائد تابع ليه هو الزعيم، وبيبقوا فاكرين ان ريجن هو الزعيم وبيفضلوا يرحبوا بيه وبيدخلوه بسرعه. وبيروح واحد من الحراس للقائد وبيعرفهم ان الزعيم وصل من المقر اللي هنا، وكلهم طبعا بيتفاجئوا لان الزعيم اصلا قال ان هو هيجي الشهر الجاي مش دلوقتي خالص. وبيبقى ريجن ماشي وحواليه كميه حراس كبيره كانه رئيس جمهوريه ما يعرفوش عين اللي فيها. وساعتها بيقابلهم الناس اللي كانوا مع ريتسو وبيقرروا ان هم يقولوا لهم حقيقه ان هم مخطوفين ومش عارفين يهربوا، يمكن الزعيم ده ينقذهم ولا حاجه. وبيعيش ريجن الدور وبيقول للحراس الكلام ده صحيح انتوا عملتوا كده فعلا. وطبعا ساعتها بيترعبوا وبيقولوا ان هم كانوا بينفذوا الاوامر بس مش اكتر. وبيتعصب عليهم ريجن وبيقول ان ده مش مبرر نهائي يخليهم يعملوا كده وان ده طبعا شيء غير مقبول من بره. وكلهم بيحسوا بالذنب وان هم فعلا عملوا حاجه لا تغتفر. المهم بنرجع لموب والباقي وبيتفقوا ان هم يوفروا طاقتهم دي لحد ما يدخلوا عليهم مره ثانيه ويهاجموهم. وبيسال تيرو ريتسو لو هيقاتل معاهم ويقدروا يعتمدوا عليه، وبيقول لهم ريتسو انا اللي ورطتكم في كل ده ولازم طبعا ان انا اساعد. وبيقلق موب عليه ومش بيبقى عارف هيبقى كويس ولا لا، لكن بيطمنه تيرو بيقول له يا عم انا كنت هتحرق من شويه وعادي، وبعدين انت اصلا لو استخدمت قوتك كلها مش هنضطر انا وهو اننا نعمل اي حاجه اصلا. وفجاه بيدخل عليهم ريجن وباقي الحراس وموب بيتفاجئ جدا من وجوده وبيقول له ريجن انت اللي جابك كده انت هنا ومش بترد على تليفوني ليه. وطبعا تيرو مش بيبقى عارفه وبيساله انت مين انت كمان. وساعتها كل الحراس بيزعقوا له وبيقولوا له اتكلم مع الزعيم عدل يلا. وساعتها تيرو بينتهز الفرصه ان الزعيم موجود وبيعرفوا ان هم مخطوفين هنا ومش عارفين يخرجوا وبيطلب منه يساعدهم. وساعتها بيقلب ريجن وشه وبيقول للحراس يعني ينفع كده يا جدعان اهو دول تبعي بتحبسوهم ليه. وواحد من الحراس بيقول له عن السبب لكن طبعا ريجن مش بيقتنع وبيقول لهم ان دي جريمه. وفي الاخر بياخدهم وبيمشي لكنهم بيعرفوه ان هو لازم يستنى القائد الاول. وفعلا بيقابلهم ريجن في طريقه وبيسالوا انت مين. بيقول لهم ريجن بصوا بصراحه كده يا جدعان انا مش الزعيم ولا حاجه، انا الروحاني الاعظم في العصر الحديث ده كله حاجه كده يعني احلى من الزعيم. والقائد بيقول له انت ازاي تتجرأ وتقول على نفسك انك الزعيم عادي كده. لكن تيرو بيقدر ان هو يحميهم بحاجز وكل الحراس الموجودين بيستغلوا اللي بيحصل ده وبيهربوا. ولما بيقرب موب من القائد عشان يقنعه يسيبهم او اي حاجه بيقدر القائد ان هو يتحكم في الجاذبيه وبيكتف موب ومش بيقدر ان هو يتحرك ولا حتى يواجهه. لكن طبعا ريجن مش بيسكت وبيهجم على القائد ده بكل قوته. والمفاجاه ان هو فعلا بيقع على الارض ومش بيتحرك بعدها. وبيقول لموب انت ناوي تقتلهم باستخدام قوتك الروحيه ولا ايه؟ انا مش قلت لك انه ما ينفعش ابدا تستخدم قوتك على الناس. وساعتها بيزعق ريتسو وبيقول له انه كان مضطر يعمل كده بس عشان ينقذه. وبيتضايق ريجن جدا وبيزعق فيهم وبيطلب منهم يبطلوا يضايقوا التلميذ بتاعه اللي ما حلتوش غيره. وبيقول له مراكي يعني هتقتل بدلهم يعني ولا هتعمل ايه؟ وبيرد عليه ريجن وبيعرفوا ان هو فعلا هيقتلهم وبيطلع من جيبه عمله معدنيه وبيعرفهم ان هو هيعمل لهم بيها تنويم مغناطيسي لكنهم مش بيبقوا حاسين من ناحيته باي حاجه. وبيضرب مراكي ضربه قويه في وشه بتوقعه على الارض. وساكوري بيطلع السيف بتاعه وماتسو بيستدعي الوحوش الروحيه بتاعته ومراكي قام واستنسخ نفسه. ده كمان القائد بيقوم هو كمان باستخدام تقنيه كده اسمها الاجرام السوداء. وبيندم ريجن على اللي عمله ده لانه كان فاكر ان هو كان بيحاول يقنعهم لكن المشكله ان هو كان بيحاول يستفزهم مش اكتر. وبيبداوا كلهم يهجموا على ريجن لدرجه ان المكان بيتدمر خالص. وتيرو بيقدر ان هو يتصدى لساكوري وبيحاول ان هو يصمد قدامه لكن ساكوري بيقطع له شعره وبيقول له ايوه يا عم كده احسن شويه بدل النخله اللي كانت على راسك دي. وبيبقى موب خلاص القوه اللي جواها
بينفجر ويخرج عن السيطره، وبيطلب منه تيرو ما يقاومش قوته ويساعدهم، لكن بيرفض ريجن لان الموضوع مش مستاهل، هم كل اللي محتاجين ان هم يهربوا من هنا وخلاص، وموب مش بيبقى عايز حد منهم يتاذي وبيبقى خلاص هيستسلم لقوته، لكن بيفوقوا ريجن وبيطلب منه ما يعملش كده لان هو اللي هيعاني في الاخر، وبيقول له يلا نهرب من هنا وخلاص. لكن في اللحظه دي بيهجم عليه ساكوري وبيسيبه بالسيف بتاعه في ظهره، وطبعا كلهم بيتصدموا من اللي حصل ده. لكن المفاجاه بقى ان ريجن بيقوم مره تانية عادي. والله انا حاسس ان الواد ده عنده قوه روحيه كده ومخبيها علينا من اول الانمي. المهم بيقول عمنا ريجن ان حتى السيف ده ما جرحوش جرح بسيط، حتى يا دوب قطع له القميص، وشكل كده ساكوراي بيضحك عليهم وده مجرد سيف بلاستيك، وبيمسك ريجن السيف بتاعه وبيقسمه نصين. ومش بس كده، ده كمان بيطرد الروح الشريره بتاعت ماتسو وبيقضي على النسخ بتاع موراكي، ده غير انه بيصد كل الاجرام الخاصه بالقائد بكل سهوله وحتى مش بيبذل اي مجهود، وكلهم بيكونوا مصدومين ومش عارفين هو جاب القوه دي مره واحده كده منين. وبيقرر القائد انه يضاعف قوته عشان يقدر يهاجمه، وبيهجم عليه وبيديله ضربه قويه جدا وبيطير بيه في السماء وبينزل بيه تاني بكل قوه للارض، لدرجه ان كل حاجه بتتدمر، وريجن بيحس بتعب شديد جدا. وبيقول له القائد مهما كنت قوي كمدرك فوق حسي فانا برضو ما اقدرش اقول انك مدرك فوق حسي ممتاز، وده عشان انت ما عندكش حب السيطره والتحكم، وسبب قوتك الكبيره والمجهوله في نفس الوقت اللي ظهرت فجاه دي هو لانك بتعيش وانت بتخفي قوتك الحقيقيه، لكني مختلف تماما عنك، انا كل طموح وعاوز ارتقي اكتر واكتر، ومش بس كده انا عايز املك العالم ده كله في ايدي واسيطر عليه. وبيقول له ريجن قوم من عليا بقى وما تتكلمش كتير. وبيلاحظ القائد ده حاجز الطاقه اللي ريجن عمله واللي كثافته بتبقى عاليه جدا، وبيستنتج ان سبب انفجار اجرامه السماويه من شويه هو ان الطاقه اللي ريجن كان بيحاول يمتصها كبيره جدا وتعدت الحدود، وطبعا مش بيبقى فاهم هو ازاي عمل كده. وبيقول له انت مين بالظبط، وبيمسكوا ريجن كده من القناع بتاعه وبيحدفه بايده وبيلزقه في الحيطه، ويا عيني القناع بتاعه بيطلع في ايده، وحتى ريجن نفسه مش بيبقى فاهم هو ازاي قوي كده النهارده، وبيفكر في ان موب هو اللي بيمده بالطاقه لان ده التفسير المنطقي الوحيد، لان هو عمره ما كان بالقوه دي ابدا. وفي الوقت ده بيهجم عليه ساكوراي وبيحاول يضربه بالسيف بتاعه، لكن مفيش اي حاجه بتصيبه بسبب الحاجز القوي اللي هو عامله حواليه. وبيقول له ريجن المفروض واحد في سنك يبطل الهبل ده ويعقل شويه، وبيتعصب ساكوراي من كلامه وبيقول له ما تعمليش فيها ملاك والنبي وتديني مواعظ عشان انت اصلا اتولدت في بيئه ومجتمع كويس. وبيقول له ان هو لما اتولد اهله تخلوا عنه وعاش حياته كلها وحيد من غير اي حد، وما عاش اي تجربه كويسه كطفل طبيعي وهو صغير، ده غير انه كان دايما الناس بتتنمر عليه وما قدرش ان هو ينجو غير بفضل قوته، ولو ما كانش عمل اللي هو فيه ده ما كانش هيقدر يعيش. وبيستغرب جدا من نظره ريجن ليه وبيقول له انت بتبص لي كده ليه، لكن بيقول له ريجن انا فاهمك كويس قوي وكمان فاهم شعورك. وبيحكي ان هو لما كان في ابتدائي نسي يقول لابوه انه هيروح رحله تبع المدرسه في اليوم ده، وعشان كده كان هو الشخص الوحيد بين زمايله كلهم اللي مش معاه اي اكل. وبيستغرب ساموراي وبيقول له انت عبيط ولا ايه، ما دي غلطتك ان انت ما قلتلوش ولا هو اي اتنشن وخلاص. وبيقول له ريجن ما اعرفش والله، بس الموقف ده زعلني لما كنت صغير فقلت اقوله يعني عشان ما تبقاش لوحدك اللي متاثر. وبيتعصب ساكوراي منه وبيقول له ما تقارنيش بالقصه التافهه دي، وبيطلع المسدس بتاعه اللي بيبقى فيه اكبر مقدار من القوه، لكن لما بيضربه بيه بيبعد ريجن الطلقه عنه بكل سهوله، وبيضطر ساعتها ساكوراي انه يروح لاخر حل عنده وهو البخاخ المخدر ده. لكن المفاجاه ان هو لما بيرش في وشه مش بيتاثر بيه نهائي، وبيقول له يا عم قله الذوق دي، وبيقوم واخده منه وبيهجم عليه موراكي، لكن الضربه مش بتوصل له برضه بسبب الحاجز اللي حواليه. وبيقول له ريجن ما تبطلوا بقى تستخدموا قوتكم عمال على بطال كده، وبعدين مهما كانت القوه اللي عندكم عامله ازاي فانتوا في الاخر بشر وليكم اخر عادي، انتوا بتعتمدوا على قوتكم الروحيه بطريقه فظيعه لدرجه ان نظركم بقى ضعيف ومش قادرين تشوفوا اخر الشارع. فهموني ازاي عايزين تسيطروا على العالم وانتم مش شايفينه اصلا، مفيش اي حد هيمشي وراكم بالشكل ده. بيقول له موراكي يعني انت عايزنا نرجع لحياتنا كاشخاص طبيعيين، وساعتها بيتعصب عليه ريجن وبيقول له انتوا فاكرين نفسكم مين، ما انتم مجرد اشخاص عاديه. وموراكي بيتقمص من كلامه وبيقول له لا يا عم احنا من منظمه المخلب، اقوى منظمه في العالم. وبيزعق له ريجن وبيقول له ما تعيش بس الدور، انا من عامه الناس عادي واقوى منك بكتير، خلينا ساكتين. وبيقدر ريجن انه يخرجهم من الاوهام اللي عايشين فيها ويرجعهم للواقع مره تانية. وبيبقى موب والباقي بيتفرجوا عليه وهم منبهرين بيه، واول مره يكتشفوا الجزء ده من شخصيته وان هو فعلا قوي. وفجاه بيظهر القائد وبيبقى من غير قناع، وكلهم بيستغربوا من شكله العجوز ده على عكس صوته خالص اللي بيبقى شبه صوت البنات اصلا. وبيوجه كلامه لريجن وبيقول له انت كلامك ده كله غلط وقاسي جدا، احنا مميزين وعندنا قدرات كتير اعلى من قدرات البشر بمراحل. وبيقول له ريجن انا متاكد انك مضطر تصدق الكلام ده عشان حياتك تستمر، لكن للاسف المجتمع مش مهتم بيك اطلاقا. وبيفضل القائد يعيط وبيقول له انا اتولدت بالقوه دي، المشكله في ان ابقى عاوز اغير العالم. وبيبقى شايف ان العالم لازم يحترمه ويميزه عن باقي البشر بسبب القوه اللي عنده دي، لكن بيقاطعه موب وبيقول له ان امتلاك قوه روحانيه مش حاجه تخليه مشهور ولازم يقبل بالامر الواقع. وساعتها القائد بيخرج عن السيطره وبيقول ان هو هيقضي عليهم كلهم ويبدا من جديد، وبيبدا بهجومه عليهم، لكن في اللحظه دي بيظهر شو وبيضربه بكل قوه وبيخلصهم منه. وبيقول لساكوري انتوا القسم السابع
تابع في منظمه المخلب، وخلاص كده قسمكم اتفكك وما بقاش ليه وجود. انا للاسف كذبت عليكم وقلت اني معاكم في القسم، لكن الحقيقه هي ان انا جاي من المقر الرئيسي للمنظمه، وكانت مهمتي هي ان اضم اي حد قوي، لكن للاسف ما فيش اي حد قوي يستحق ان انا اضمه لينا. وبيقرر ان هو يسيبهم وبيمشي. واللي محدش يعرفه بقى ان شوي يبقى ابن زعيم منظمه المخلب، وبيظهر ماتسو وبيخرج الارواح الشريره اللي حابسها في المزهريه مع ايكوبو، لكن الوحيد اللي بيخرج هو ايكوبو بس، لانه بيكون اتغذى على باقي الارواح اللي جوه وقوته زادت جدا، وبيقدر ان هو يقضي على ماتسو، وبيبقى عنده حماس انه يقاتل معاهم، لكنهم بيعرفوا انه جه متاخر وخلاص كل حاجه خلصت. وبتعدي الايام وبيعيش موب حياته الطبيعيه زي ما كان متعود، وبيشوف زميلته تسومي اللي معجب بيها في المدرسه، وبيبقى نفسه بس ان هو يكلمها باي طريقه، وبيتفاجئ بميزاته وهي بتقول له ما تنساش ميعادنا النهارده لان عاوز اتكلم معاك. وبيحاول موب يخلع منها باي طريقه، وبتبقى عايزاه يحكي لها كل حاجه حصلت عشان تكتبها في المقال بتاعها الجديد. وبيقرر شينجي وريتس ان هم يعتذروا لكل الطلاب اللي اذوهم، وبيبقوا فعلا ندمانين على حاجه زي دي. ولما بيروحوا لتنجا بيقول لهم ان هو مش متفاجئ لان هو كان عارف ان هم اللي عملوا كده، فالموضوع مش فارق له قوي. هو كل اللي كان مضايقه بس انه ادرك فكره ان محدش كان بيحبه في المدرسه دي، وانه فعلا كان مكروه بسبب المشاكل اللي بيعملها لدرجه ان محدش حتى دافع عنه. اما تيرو فبيبقى بيرعى الاطفال اللي في مختبر الصحوه بتاع كينجي، وبيقرر ان هو يدربهم عشان يزود من قوتهم ويساعدهم. وبتعدي الايام وبيبقى ريجن قاعد كده بيتفرج على الاخبار اللي بتقول ان في كائنات اسمها التشينكو ظهرت، واللي بتكون غاليه جدا، والمدينه عرضت جايزه كبيره جدا للي هيصدها. وان ريجن ساعتها بتلمح اول ما بيسمع كلمه جايزه، وبيكلم موب على طول وبيقول له انا عاوزك تلبس اللبس اللي بتتمرن بيه وتجيلي عشان عندنا مهمه. وبيروحوا للمكان اللي المفروض موجود فيه الكائنات دي، وبيفضلوا يدوروا في كل مكان وبين الاشجار، وحرفيا مش بيسيبوا حته لما بيدوروا فيها. لكن فجاه ريجن بيصوت من الفرحه عشان بس بيلاقي الفطر اللي هو بيحبه، وبيتفاجئوا ساعتها بوحش ضخم جدا وراهم، ومش بيبقوا عارفين ايه ده بالظبط، لكن شكله كده ان هو جعان جدا. وبيترعب ريجن وبيفضل يجري وبيقول لموب انت واقف بتتفرج ولا ايه؟ ما تخلص وتطهره. وفعلا بيسمع موب الكلام وبيطهر الوحش الغريب ده. وبعد شويه بيبقى ريجن معاه شوال ضخم من الفطر اللي هو بيحبه، وبيقول خلاص كده يا عم موب اتعشيت يلا بينا نروح. وبيقول له موب طب والكائنات اللي تشينكو اللي احنا جايين عشانها؟ بيرد عليه ريجن وبيقول له بلا وجع دماغ هي كده كده مش موجوده، لكنها بتبقى موجوده اصلا تحت رجليهم، ولو كان بس بص كان كسب فلوس كتير. لكن ريجن دايما همه على بطنه. فيا ترى ايه حكايه كائنات اللي تشينكو دي وعمنا ريجن وموب هيتصرفوا معاهم ازاي؟ ده اللي هنعرفه يا صديقي في الجزء الثاني من الانمي. عشان كده عايزك لو وصلت لحد هنا ما تنساش انك تقدر المجهود اللي بيتبذل عشان تشوف الفيديو ده، وكمان لو انت لسه جديد في القناه تنزل تفجر زر السبسكرايب. عايزين نوصل 3000 سبسكرايب بقى، خلاص فاضل لها تكه، فهمتكم معانا بقى يا شباب. وبس كده يا صديقي، اشوفكم في فيديو جديد يا اوتاكوز، سلام.